الأكل يحب اللمة، هو الحاجة اللي دايماً بنتجمع حواليها في أي قعدة حلوة. في بدون مقادير هنا ونسمة بياخدونا معاهم في كل حلقة في قعدتهم، بنحكي في مواضيع مختلفة وقصص بتلمسنا وبتفكرنا إن القعدة الحلوة والأكل الحلو بنعيشه بدون مقادير. هنا ونسمة متحمسين جداً وفي المطبخ من الصبح بيجهزوا للمة النهاردة. هنسيب الفراخ بس تستوي دلوقتي. هنبتدي في الصوص بتاع تشيكن ليفل صوص. الفراخ استوت كريمه، والفراخ استوت بنسبه 80% مثلا. بدوبها بقى في ميه. انا عصقت اللحمه دي عشان الكوسه بشاميل. انا بتاعت القراصيه وهنا بتاعت الحرنكش. يعني دي معايا تقاقع قوي. الرز سنتر 2 1 اديتك والدتك برضه من اولها خناق. لا مش دلوقتي. حط لنفسك انا دايما ابدا بالسلطه. ثانك يو جو هيد انت الاول وانا هحط بعدين. مش هبقى ضامن اني كلت السلطه. تعرف ان ده كويس جدا لحاجه في الجسم. يا دكتور قال لي انا بهبط اي لا، لا، خد شوية اكل معاك، جرينز خد عادي. الرز لا ليه تاكل ليه السلطه الاول. مش عارف ايه في كل السكر سلطه الاول وبعد كده احط الرز لسه الاول. مطولين فان شاء الله هظبط. بلاد شوجر ما بيعلاش. ايوه حاجه كده. كلت بقى سلطه قبل الاكل هي نفس التخمه عادي. انا لا هي التخمه هي دي كده كده. التخمه اذا مش عارف اقوم من المكان حلو. السلطه شكلها خطير. صح. انا خدت على الفراخ زي الارياف فاهم قصدي. براحتك خالص. هنا مفيش جايد لاينز. انت اعمل اللي انت عايزه. بس انا يعني حبه صغننه. طبعا عندي اعتراف يا هنا ان انا اصلا يعني شبه عمري ما اكلت حرنكش. ايه بموت فيه. فانا تحفه. بجرب حاجه بجد جربي جديده من حرنكش. نوعها بالنسبه لي آه. on so many levels. انا اساسا الحرنكش ده بحسه خساره في الفكهه هو وهتكون محسوب مستخبي كده بس انت مش وبيجي فاكهة ولا شهرين بس. لا محسوبات بحبها. خسارة اصلا فيكم. ريحتها بيجي فظيعه شهرين كده يعني. في السنه. حتى بحس حرنكش خساره فيكم. لا بحب الحنكش عشان بس حتى بطلت اكل. هو ساور وانا بحب الحاجات الساور جدا. بالظبط. لا هو من الحاجات اللذيذه رهيبه بجد. رهيبه. انا في حته ثانيه فاهم انت خلاص لسه- بقول انت لك. حاسس انها في أنا في الليمون ده. الميديترينيان. اه تحفه. احنا في الميديترينيان فعلا. عادي ما فيش دي حاسه بس دي حاسس حقيقة. مكان الصبح كده. صح. رايق. اتس سمر سالاد او سبرينج سالاد على فكره. مع انه هو احنا بنحاول بيطلع نسليبريت في سبرينج يعني. فاب مارش. ايوه اتس سبرينج سالاد. خطيره. الايه؟ بتعمل بتعمل سكر على حادق على مزز انا على بقعد مر. اسئله كده. فليفر اكسبلوجن رهيب رهيب. وبعدين بقى اللي فيه بصل اخضر وفي حمص اخضر وفي سموكت امنز. وسموكت المنز وفي حبه البركه. فهو كومبو ميكس رائع. مش عادي. انت بتاكلي بالطريقه دي عامه؟ في البيت اه اللي هو يعني انا بالنسبه لي ده اكل اللي هو كانك واخده بالك من صحتك قوي. ليه بس ده حلو. لا ما انا ممكن يعني انا اكلي في العادي سالادز وكده، بس انا بقى ممكن بالليل اكل شيبس مثلا. قوي ان مفيش حاجه اسمها اكل هيلثي وان هيلثي عشان شلت الليبل ده من مخي. احسن. هو غلط يعني ده انا ضريت نفسي ولكن شلت هاجس الهيلثي وان هيلثي من دماغي لاني بحط في دماغي قوي ان لو هاكل هيلثي يبقى لازم اكل جرينز واقلل سكر ومش عارفه يبقى كاربس ايه وبروتين ايه وكده. فبحس ان انا اتجننت وغير سعيد. ولسه بنتكلم انا وعمار وديبو امبارح على ان انا بالتالي اكبر سورس سعاده في حياتي هو الاكل. انا معاك في متهيألي. نفس الشيء. فمش عارف خالص. كان لسه بنتناقش امبارح انا هو بقول لك واحد صاحبنا في انه هو بيقول حاجات حقيقيه عادي مش فلسفه فارغه يعني. انه بيقول لي انت ممكن تاكل كل حاجه انت عايزها بس تعرف قد ايه وكده. ما انت كده اهو ادي اول سحبه. ادي اول سحبه متعه. طالما هفكر يبقى انت كده شلت مني الانبساط. موافقه جدا. وبيقول النيوتريشنز بتاعته حاجاته اللي هو انا لازم اكل بيض بالزبده، لازم اكل شوكليت كل يوم. انا مش عايز اقول لحد مبدئيا انا هعمل ايه وحد ياخد رايي هناكل ايه النهارده كده. ماليش دعوه. وخصوصا بقى لو الحد ده مش معايا في البيت يعني مش بس هنقوم نطبخ مع بعض. ده دكتور في المكتب. لا مش مشكلتك خالص. التشيكن ليمون اخبارها ايه؟ تحفه عجبتني قوي. مظبوطه. احلى حاجه خطيرة. فيها ان هي معموله بالزبده والكريمه. تحفه. طب انا عايز اسالكم حاجه بقى. انتوا كلكم شغالين في الكرييتيف اندستري بشكل او باخر صح؟ في ايه بقى؟ لو عاوز ديبو بينكر.
دي بدري يمكن قال لك لا ما عجبوش. لا مش انا مش كريتيف اصلا ماليش دعوه بيهم. لا انا مش هناك. نبدا بنديم. ممكن اقول حاجه على نبدا نديم؟ يا ريس، ايه المشكله؟ انا عشان يعني هو طبعا من اكتر الشخصيات اللي انترستنج بالنسبه لي جدا لما عرفتها، لانه كان بيعمل حاجه من قد ايه 10 15 سنه مثلا 15 سنه ليها علاقه بالرسم، وكان بيروح حديقه الاسماك كل يوم سبت وبيلم كل الاطفال اللي في الشارع يرسموا، يجيب لهم الوان وورق وكده. فانا بالنسبه لي دي كانت حاجه خطيره، ده اصلا سبب ان انا حبيت اعرف مين نديم، اتعرف على نديم. ف انا بالنسبه لي كان اللي هو رسم وارتست وهو مهندس وكده، ففي حته ان هو رسام، لحد طبعا ما اكتشفت ان الكرياتيفيتي واخده شيبس اند فورمز مختلفه جدا مع نديم. احكي لكم قصه لذيذه صغيره كده يعني برضو، اللي هو يا خوفي اتعرفت عليه طبعا في كونتكست ان هو بيخلي الواد يرسم وكده، قلت الله ده تحفه وفكره الجيفنج باك وكده. فاست فورورد بقى، عندنا صديق مشترك احمد عيد، الدي جي معروف احمد عيد، تحيه لاحمد عيد. تحيه لاحمد عيد. كنا مسافرين الساحل وانا كنت محتاجه الرايد، فرحت رايحه مسافره مع عيد، وعيد عامه بيدي كده مود كده راجل كمل قوي كده. فجات له مكالمه تليفون على السبيكر، فاكتشفت ان طبعا ليتر اون يعني اكتشفت ان نديم هو اللي كان بيتكلم، بس المكالمه كانت ما بين الباشمهندس اياد توفيق بيرد على الباشمهندس مصطفى قمر. تقمصوا أدوار. لا هما انت مستحيل فيري سيريس اباوت ات. لا مستحيل تداوت، اكيد هتقولي تشبه اسماء. لا. يعني هو اكيد الباشمهندس مصطفى قمر ده، في واحد مصطفى قمر مش مغني بس يعني مهندس موقع، وبيتكلم واحد تاني بيشتكوا بقى من حاجات معينه بقى في الصبة الخرسانه وفي المونه اللي ما جاتش، وانا مش عارفه هو ده بجد ولا هزار، فبقيت بكتم الضحك، حاسه انه انابروبريت قوي، انا صوتي هيطلع في السبيكر. احسن باشمهندس مصطفى قمر يسمعنا فعلا. بالظبط يعني حاسه ان هو عيب جدا، لحد ما اكتشفت طبعا هما الاثنين بيهربوا يعني معمولوها قدامنا قريب، فاكره؟ ايوه صح، احنا عملنا واحده بس دي كانت بقى سيما ديليفري. المكالمات دي ممكن تقعد مثلا ساعه الا ربع، عمرنا بيضيع فيها. وعيد بيرد كل مره، يعني نديم لو اتكلم عيد هيمشي هيرد، معاه. عيد لو كلم نديم هيرد. بس عمل لنا هي واحده بالارنب. قريب من اسبوعين كده. قال هم بيحكوا لي القصه دي من اسبوعين، فقال لي طب احكيها لك ليه؟ راح قال لي ايوه، ودخلوا برضه بعض، هو طالب اوردر واتاخر عليه، قال له حضرتك بتتكلم مين رقم، قلبوا كذا شخصيه يعني مع بعض، وقفلوا المكالمه يقولوا بعض ما يضحكوا، طب سلام وقفلوا خلاص القصه انتهت. لا كارثه. فده الكرييتيف سايد اللي انا اعرفه عن نديم، لحد طبعا يعني ليتر اون بقى نديم الاكتنج كوتش. هو انت كلاون صح؟ مش بهزر يا انت باشا بتعمل- كلاون ماشي. لا والله مش بهزر. يعني ايه؟ انا كان في حد قال لي كده دي صفه ولا شغلانه ولا يعني يعني هو انا عارف ايه كلاون بيتقمص بس دور الكلاون. تقصد ايه في اللحظه؟ لا ان انت اللي مش انت كنت احنا بتعمل. بنتكلم في حاجه معينه، هو انت كلاون؟ انا بس بقيت البايو بتاعك كلاون دي معانا كلاون. اسمعني بس، قولي. انت كنت عمرك بتعمل كلاوننج مع الاطفال في المستشفى؟ كنت في بتلبس كلاون جزء من فرقه مسرح. ايوه ده كانت- بجد هو فاكر. بروفيشنال كلاون. واو. كانت عارفه منى الليسي اللي هي في اكت، عارفه. هي اللي كانت ليه بقى بتمرنا. استغربت قوي؟ لا هو قال لك وظف سؤالك. انا في المستشفيات فقط كلاون مش في العزومات. ده حقيقي. ايوه انا فاكر كده، تحفه. كان عاجبني قوي الموضوع ده. دي يعني حاجه عاجبني خطيره. مين تاني كان كلاون؟ لا بجد انا فتره حلوه قوي بس. لا حد مشهور، علي صبحي اسمه صح؟ علي صبحي. علي كان صبحي كلاون. علي صبحي ده محترف بقى. محترف كلاون. وبيعمل كده بيعملوا زي سمول سيركس كده في الشارع عشان أوضة يبسطوا حمرا. الناس. ايوه توته حمرا. اوضه حمرا. لا خطير. براحتكم ما عملتش ده. براحتكم اصلا بيقول. طمنيني على الكوسه. حلوه قوي 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 قوي. انت بتعمليها طبعا بريسبي مختلفه تماما عني. بس انا لحمه بس مفرومه هي- اكتر. لحمه مفرومه قلت لها وفيها شامي. طماطم. قبل ما انزل انا بتاعتي ما بحطش طماطم. شامي. انا بعصج اللحمه المفرومه وبحط الكوسه والبشاميل، بس ما بحطش طماطم. فظيع. ان انا انزل قبل ما اتغدى. انا شايفه. زي مين ما عايز احنا يساعدك تاني؟ تعرف الوشوشه والمايكات ما بيمشوش سمعت. مع بعض. بنسمع. دي بتعمل عايزه اقول له إيه؟ سمعتك يا روش. انا قاعد اوشوشك ساعه. ما عملتش الفيرب بتاع الوشوشه اصلا. صح بس انا مش بتوشوش على فكرة، بس كنت بعمل معاك سايد توك. هو تمام. طب يا جماعه الكوسه بشاميل نوت تو بي ميست.
حاضر شويه كده، ما احنا لسه بس قدامنا. طب انت ما بتاكلش ليه؟ سالاد انت ما جربتش سالاد صح؟ هفصل بسلطه وكده اخش على البشاميل. تحفه تحفه. كلت والله. مش انا كنت مش عاجبك ان انا كنت باكل ومش بتكلم معاكم؟ دلوقتي مش عاجبك ان انا مش باكل وانتوا انت بتاكلوا؟ بدات بدري. طيب نرجع للسؤال المهم بتاع الكرييتيف. أيوة. انا يعني طبعا حاولت احكي انا الكرييتيف سايد اللي انا عارفاه عن نديم عبد الرحمن، مخرج اعلانات ادج الدنيا. بس نديم غير الكلاون يعني دلوقتي بتعمل ايه؟ ما هو قال كل اكتنج حاجه. كوتش قد الدنيا. الكلاون ده بعمل منظوري ليه؟ حاجتين. بعمل ورش تمثيل، بدرب ممثلين وبمثل. بالظبط كده. يعني دول اكتر حاجتين بياخدوا الوقت. في شويه حاجات تانية على الجنب كده بس ممكن نقول ان دول الاساس. انه اصعب التمثيل ولا انك تدرب حد؟ تدريب صح. اصعب. عايز اقول كده برضه من وجهه نظري يعني. ليه التدريب بقى؟ اصعب لانه بالنسبه لي داخل فيه مش هو في جزء كده، في جزء مسؤوليه. مش ان انا ممثل ما عنديش مسؤوليه، بس ليا دور كده لازم يحصل بشكل معين، بشكل مظبوط، لازم يتطور كل شهر وكل سنه. المذاكره كتير قوي، بقابل ناس شخصيات مختلفه قوي، مختلفه طول الوقت، اوبجكتيفز وجولز مختلفين قوي، وايموشنز مختلفه خالص يعني. ولو انا ممثل انا فرد واحد ترس في المشروع، اخش اعمل دوري واطلع. انما بقى في الورش انا اللي بعمل لها الديزاين، وانا اللي بتستد في بايل، وانا اللي بقابل الناس، وانا اللي مسؤول عن المواعيد وعن الكونتنت وعن اللي بيطلع وعن هي معاك كل ده معناه ان هيقابلني مشاكل كتير. ما اعرفش يجي في مخي الاكزامبل ده، بس هي عامله زي ما انت مسؤوله عن نفسك او مسؤوله عن ولاد مثلا طلبه في المدرسه. انت مسؤوله عن نفسك which is okay I can contain it، انما مثال عن كلاس كامل بحس الموضوع فيه خطوره كده، اللي هو انا مسؤول جدا. انا طالب فيرسز انا مدرس عادي. بالظبط. انا بدرس فانا فاهمها برضو الاحساس بتاع المسؤوليه. سايكولوجي. فين بقى؟ في اي سي. فهي بيبقى يعني انا كنت ستودنت وعارفه اللي هو فعلا انت مسؤول عن نفسك وخلاص. بس لوحدي بقى الكورس اللي بدوني بس بدرس كوميونتي سايكولوجي. بس هي فعلا الفكره انه كمان الكوميتمنت بتاع ان انت عايز توصل حاجه معينه ومش عايز اوصل معلومه، عايز اوصل سكيلز. صح. يعني انا ما بيفرقش معايا ان هم يتعلموا المعلومه نفسها، لان هم هيفتحوا هيلاقوها في اي حته، كتاب بقى في اي حته، بس السكيل بتاعت ان هم يبقوا كريتيكال ويعرفوا يرفلكتوا. بقعد ممكن سمستر كامل اشتغل معاهم عليها، وهي اصعب بكتير قوي ان تدي حد معلومه يعني. صح. ما هو الاديوكيشن مش ان الواحد يدي التاني معلومه. خالص. صح. طب ما خلاص سهل هيلاقوها دلوقتي كمان كل حاجه موجوده يعني. different methods عشان خاطر اللي قدامك يستجيب. مش كل حد اصلا عنده قدره الاستجابه على ياخد المعلومه ويدايجست ويبراكتس ات، مش زي بعض. وبعدين ما تبانش في وقتها. يعني ممكن اخد كلاس كله سمستر كله خلاص يخلص، وبعديها مثلا بسمستر الاقي واحده ستودنت مثلا قالت لي انا رحت سمستر في ايطالي وعملت برزنتيشن معينه، لو ما كنتيش علمتيني الامباورمنت بالشكل الفلاني بالبروجكت اللي نزلت فيه مش عارفه في كوميونتي ايه، ما كنتش عملت ده دلوقتي. فانا عندي اصلا سكرين شوتس كده من كل الفيدباك اللي بيجي، بحس الريورد متاخره مش تيجي في ساعتها، فاصعب برضه. يعني ممكن تقولي ايه هو كوميونتي سايكولوجي بس علشان المشاهدين المشاهدين لا عشان انا مبدئيا مش المشاهدين، تلاقي المشاهدين عارفين. بس هو اتس فيلد سب فيلد من سايكولوجي، بس هو بيتعامل مع الروت كوزز اوف اني ايشو. فبالتالي اوف وات اني ايشو، انا سوشيال ايشو او سايكولوجيكال ايشو بيحاول يعالج الروت كوزز. فدايما بتلاقي ان الروت كوزز مش في الشخص، هي في السيركلز اللي حواليه. فدايما مثلا لو في مشكله بولينج فهي المشكله مش في الطفل اللي بيبولي، هي المشكله في انه ممكن يكون عنده دومستيك فايلنس في البيت، ممكن يكون المدرسه ما فيهاش سوبرفيجن. فالمشكله دايما لايز في السيركلز اللي حواليه. فاحنا الكوميونتي سايكولوجيست شويه بيتعاملوا مع السيستماتيك تشينج اكتر من الانديفيدوال تشينج. وده بقى بياخد وقت اطول بكتير قوي في التغيير. صح. سنين يعني. وللفهم يعني صح عشان تعرفي توصلي للكوز ده. حد شاف فيلم اسمه باريس تكساس؟ لا. شبه المين كاركتر قوي،
ممثل اسمه هاري دين ستانتون، نفس الدقن ونفس شبهي انا يعني انت واخد نفس الهيئه بتاعت باريس تكساس. حد هنا شاف باريس تكساس؟ بس ده بيجوجل. عادي دور على الفيلم كده قول لنا يا جماعه انا حاسس ان احنا المفروض حد جوجل باريس تكساس هيطلع له هاري دين ستانتون على ايوه طول. نطلعها كده يا جماعه في الاديت، عاوزين نطلع الصوره دي جنب ديبو. انا مصر جاي وانا الوحيد اللي باكل. لا انا اكلت انتوا يا جماعه انتوا حاطين انتوا عاملين حطيت كده اللي هو 3 كلنا مرات خلصنا. نديها تقليبه. انا لسه 3 ببدا. مرات انا حطيت 3 مرات وهاخد بريك واخد سلطه مش تاني. احنا قاعدين هنا بنتكلم هنا ايوه على ايوه الترابيزه قاعدين قدامنا بس لسه هننقل حبه بقى هنا حلوين. كمان. هو سأل اول ما جه خالص على الموضوع ده ليه، وقال لي لا والله ابدا انا عارف. لا طبعا من اول ما جيت له في رمضان كان قاعد هو واللي انا سالت قاعدين احنا بعض. بناكل ريل تايم وانت في المطبخ كانوا بيتكلموا لا؟ على انه لا، ريل هي تايم. عايزانا نقوم لا لان كان الطبق خلص مفهوم. وهما الاثنين عاملين يبصوا في الصوص وحاجات كده. لا وقاعد جنب 4 خلصوا. اي لا عادي يا باشا. لا يا جماعه كلوا براحتكم، احنا براحتكم قاعدين خالص. مش اي حاجه. انا هنو انا ممكن before we continue the conversation سالاد؟ اخد سالاد بليز. انا مبسوطه ان الحرنكه لا شعري هي انا بالنسبه لي الحرنكش اكتشاف النهارده بجد، لانه ده كانت حاجه مش عندي في لا العلبه بتاعت حرنكش تيجي من السوبر ماركت ايوه دي بأزازه وانا اول ما بخش البيت يعني ما بتقضيش ما معاها تحطش ثلاجه. تيجي مفتوحه مش تلاقي عليها ثلاجة. ما بتشوفش بالليل شكله عامل ازاي بتنتهي وبتاعتها. العلبه اللي هي متفصصه دي أيوة. ايوه بتيجي مغسوله. هايله اصلا بتتاكل، بطلع احطها في الثلاجه بحس لا مستني. الكوسه عظيمه يا هنا، بجد؟ الكوسه عظيمه. مين ما دقهاش؟ هي يعني بسله اتس فيري unconventional بالنسبه لي، بس عجبتني قوي. بسله غطت على حياتي، نجاح قضيت عليها. بس انا فاهمه قوي انك لازم تبقى وقت الغداء تبقى اكلت برضو عشان يعني لا انا ما اعرفش. مش عشان نعرف اصلا نقعد ونتكلم وكده. انا اوف توبيك بس ما بعرفش ايه تاني بيضايقني في الاكل؟ الجوع. ما ينفعش اجوع. بس ده حاجه حاجه تضايق قوي. مش بعرف. وبتتعصب وكده. مش بتعصب، ناس كتير بزعل. قوي بتتعصب. مش بتعصب. تصعب عليك نفسك؟ انا امين بيعيط. عرفت الاحساس لما ده. بيبقى جعان واللي هو عايز حاجه دلوقتي حالا ولسه بزعل مثلا قوي بتسخن او الدنيا. كده بيبقى عياط. ممكن بقى اسرح في خيالي اللي هو ايه يا ربي. اللي هو مش طب ما frustrated، الحمد لله في خير وفي هو رزق. زعلان. ازاي وصلت نفسي لهنا؟ انا كده العظيم. مع النوم، يعني انا لو عايزه انام دلوقتي تزعلي قوي من نفسي. لا هعيط، يعني انا عايزه انام. ليه كده؟ انا في ممكن رمضان بس أعيط. هي فرق، هي مش عصبيه. بعطش لا مش عصبيه. هي في رمضان في ببقى انا مش متعصب خالص، انا زعلان جدا. وساعات بجوع لدرجه حتى لو رمضان جاي في شهر 7 ببقى يوم انا باقي كنت في الجيش حزين. في شهر 7 كنت في الجيش في شهر 7 مش في رمضان مش يا حاجه. نهاري. في مركز ده التدريب بيوترني قوي. خالص يعني الجوع بيوترني جوعت. جدا. انت كنت في الجيش في شهر 7 في رمضان. لا ده اصلا يعني عايز ميكس رهيب. لا يعني قصدي بقيت كده قعدت سنه ولا 3؟ سنه. اخدت ايه من الجيش لشغلك كمخرج؟ اتبسطت واتعلمت جدا. انا اصلا كنت بحريه، فالبحريه اول حاجه بيلبسوا اللبس بتاع دونالد داك ده اكيد تحفه. هو لقى نفسه لينا واقفه هنا هو لقى نفسه فاتبسط. واقفه واقف كاميرا معلش ده اون كاميرا. واقف كاميرا واقف كل حاجه. دونالد داك مش لابس حاجه من تحت بالظبط. معلش بس يعني فاهم. لا مبدئيا قال لك احنا في البحريه بسم الله لابسين الرحمن دونالد داك. الرحيم. تحفه. هيقول لك مالك انك لابس من تحت، يعني قصدي هنخش هناك فقصدي ما تعالوا ما نكملش. المهم فاكر بقول لك الناس الجميله دي مش هتلاقي غير 3 جمل 6 دقايق منتجوهم. كده يا جماعه عشان تعرفوا احنا ليه نهاية برنامجنا. في الحلقات عندنا سلسله كتير قوي عايزين نقص حاجات كتير قوي بس اتس اوكي. اثر عليك كمخرج؟ اثر عليا طبعا جدا جدا. استفدت في قصص انا عمري ما انساها وحاجات حصلت مع ناس مختلفه عمري ما يعني شكل الناس وهم حقيقيين. فاهم قصدي؟ روماتايزد. انا مش بقول ان هي سهله، هي صعبه بس فيري فيري انترستنج. ده وجهة الناس نظر. سأل عبد الرحمن انت بتشتغل ايه؟ بس كده وانا ارجع اغرف فراخ انا بطول ونمشيها زي اول ربع ساعه. هو بطول بقاله شويه انا هتربلس ببطوط خلاص. ايوه طبعا. ايه الحاجه اللي خلتك تحس ان انت عايز تشتغل اصلا في كريتيف فيلد؟ انت اشتغلت في كريتيف فيلد كذا حاجه صح؟ walk me through them كده. انت ليه اصلا دي حسيت ان المجال ده specifically الحاجات اللي فيها creative edge شدك؟ ماشي. ابتديش وانا صغير كنت عارف ان انا شخص كريتيف وكده، ما كانش عندي المعلومه دي او ما كانتش متسميه عندنا في البيت كده. يعني انا الشخص اللي كنت بحب اعمل حاجات
ماشي يمكن دلوقتي تصنف لو بنتي عملتها اقول لها يا يو فيري كريتيف، بس كان بالنسبه لي ده كان الديلي روتين بتاع امي مثلا، اللي هو هنروق البيت بشكل معين، هننظف مش عارفه النحاس، نجيب حاجه النحاس، ده كان ده لعبي وانا صغير. ننظف السفره من تحت عشان فيها نحاس، ده تريت لو عملت مثلا الواجب. يا حبيبي بجد. بجد بحب كده قوي. ارسم مش عارف ايه، يعجبني حاجات غريبه ايوه وانا صغير برضو، اللي هو يعجبني مسلسل قوي فاكتبه تاني بالحاجات يعني الحاجات الوحشه اللي مش عاجبني المسلسل بكتبها بحاجه ثانيه، كاني عملت رقابه او كاني عملت مونتاج. اوكي. فانا مش عاجبني نسمه اصلا في السفره دلوقتي، فشلتك الحدث ده، عملت ريميك، فاهم؟ غيرت الحلقه الثالثه في مسلسل كذا، ديبو قاعد على السفره اصلا بس خلاص مش عاجبني، فانتوا مش معانا في الحلقه دي، انتوا اتلغيتوا خالص. فما ده بالنسبه لي ما كانش مصنف او مسمى انه كريتيف، كان شيء اللي هو لعبه، بيحب يلعب، بحب اقطع الصور، اعمل مش عارفه ايه، حاجات كده. بحب اعمل لوح الفصل. ما كانتش ولغايه لما اتخرجت من المدرسه انا كنت داخل طب اسنان، يعني داخل علم علوم. انا مسقط في بيولوجي بس يعني مش دي القصه. وبعدين لما قررت اخش ماس كوم دخلت ماركتنج، انا هبقى ماركتير. تحاول تبعد انت بقى مش ابعد، ما اعرفش اصلا. انا بالنسبه لي بحب، انا ما زلت بقول كده، مش اي حد بيحب الافلام يبقى مخرج، او مش اي حد بيحب يكتب جورنالز لطيفه او حاجات حلوه على فيسبوك يبقى كاتب. يعني قصدي اتس هوبي مش نودر جوب، ومش كل حد عنده من الناس بتعرف تلبس فاشن ديزاين، يعني قصدي بتعرف تلبس بس، نقف هنا مش اكتر من كده يعني. فانا فاكر كده بحب افلام، بحب اكتب، دايما بكتب حاجات، بكتب جوابات لابويا عشان عايش بره، بحب قوي اكتب لابويا عمل لي ايه كل يوم اما يجي اوري له حاجات كده يعني. وبعدين وانا في ماسكوم كنت شاب ما عنديش قوي ادراك بالعالم الخارجي عشان ابقى صريح، ده شويه بالنسبه لي الجيش شيء بدأي ان انا ما اروحوش. فاكتشفت ان في حاجه اسمها اذاعه تلفزيون، وان في حاجه اسمها معهد سينما، ما كانش عندي خلفيه. وبعدين عرفت ان عندي في الجامعه بتاعتي ان حاجات ممكن ادرس اديتنج وادرس مش عارفه ايه، اطلع بره عالم الماركتنج شويه. فابتدي بقى اكبر فافهم انه ده حاجه مش بس ممكن تبقى كارير، او ممكن تبقى حاجه تدرس. حاولت اسافر بره ما عرفتش ادرس يعني اكمل دراسه، لا واشتغلت كلاينت اول ما اتخرجت. نايس كلاينت يعني، انا لغايه دلوقتي بقول لو كنت اشتغلت كملت كلاينت كنت هبقى كلاينت لذيذ. يعني ايه اشتغلت كلاينت؟ اشتغلت كماركتير. اوكي. خلاص انا ده اللي عايزه، بحب الماركتنج جدا ونفسي قوي اشتغل على ماركتنج استراتيجيز وبيلد اب براندز، ده طموحي يعني، ما كانش عندي اي طموح ابقى سينمائي او كاتب او كده. وبعدين شويه بشويه جالي فرصه ادفرتايزنج سوبر. انا حاولت اشتغل كل حاجه درستها في جامعتي، فجالي اوبورتيونيتي من صديقه ان اشتغل في ادفرتايزنج ايجنسي، وكنت اخيرا عرفت احقق حلمي اني اسافر ادرس اخراج بره البلد. ابويا اقتنع اخيرا، فقلت خلاص مفيش مشكله، هقعد كام شهر ابقى عديت على ادفرتايزنج ايجنسي بالمره، وابقى اشتغلت كده بي ار وماركتنج وسوشيال ميديا وادفرتايزنج، ولميت اللعبه كلها. اتسحلت 5 سنين، ما كانتش سنه خالص، ده كان اجلت 5 سنين. واجلت سبوزدلي الماسترز ده في 2012 2025 لسه مؤجله مش تحصل خلاص. وبعدين اكتشفت بقى ان انا ممكن، انا بحب اكتب، فممكن اكتب اعلانات. انا بحب افيجوالايز، او عندي مثلا في اللينجو الدارج بتاعنا عيني كويسه، عيني حلوه، فاقدر احط كذا جنب كذا، او نديم يحكي لي قصه فاعمل لها فيجوال كونسبت او اتخيل ده. فهنا اكتشفت انه I can do this. يعني انا دخلت ادفرتايزنج وانا ما اعرفش يعني ايه كوبي كترم يس، حسيت ايوه يعني ده لكم يعني ماشي. طب قولي لي هبريف يو ماشي، كبروسيس مش فاهمها كانت ماشي يعني اللي عندي ده ممكن. that's when I got to know انه انا ممكن اكون بعرف اعمل ده. وبعدين ابتديت اعرف بقى انا بحب ايه اكتر من ايه، شاطر في ايه اكتر من ايه. اتعلمت ان انا اعرف لو عندي ايدج او عندي ويكنس، فانا ما بحبش اشتغل في كنترول روم، فسبت ادفرتايزنج ما اعرفش which is great. انا ادفرتايزنج علمتني حاجات كتير جدا كاكسبيرينس وكونكشنز وحاجات كتير، بس انا ده زي اسمه كنترول روم، انا ما اعرفش اشتغل في كنترول روم. مش عيب في ادفرتايزنج يعني ما اقدرش نسمه يبقى عندها براند توناليتي ودي بمطلع فكره والكلاينت عايز حاجه فانا اكتبها، بجد صعوبه رهيبه مع اني عملت انا كتير قوي كويسه واتبسطت جدا في البروسيس، بس كنت عايز حاجه برضو ما كنتش عارف هي ايه. لما اكتشفت ان انا ممكن اكون حابب اطلع ده انتو بيكتشر، فممكن اكون عايز اخرج. انا بعمل كده دلوقتي، انا بشتغل
مخرج اعلانات سو فار مخرج اعلانات. لافلي. وطبعا you have this in common. يس ديبو مخرج اعلانات as well اوكي. وعمل افلام قصيره في منهم حاجات بلغات كمان يعني بلغات مختلفه بس يعني من الحاجات اللي بتفاسينيت مي برضو في الجيرني بتاعتك هي فكره ان انت على طول عايز تتعلم حاجه جديده ايا كانت هي فين ولا شكلها ايه ولا التشالنجز بتاعتها عامله ازاي. فاللي هو عادي الاقي ديبو بيكلمني بقول لك ايه انا مسافر بكره ايطاليا ادرس كورس ما اعرفش ايه لمده 3 شهور. ده قرار كبير على فكره مش قرار صغير يعني لو رايح فاهمه كوارتر كامل في بلد تانية. انت قلت عليها كوارتر انا مش بفكر كده. لا هو اصلا قالت اكزامبل فاكر انها هتضرب جامد حاجه. هو مش قالوا انا مسافر ايطاليا ادرس لا انا يعني بسطتها بس عشان الناس تفهم. لا قالوا انا باخد كورس طبله. ايوه اخراج في ايطاليا منطقي هو بيشتغل مخرج. لا او قالوا له باخد فوكاليز بالظبط هيغني بالطلياني قبل ما 26 تخلص. فهي مسافر ايطاليا يدرس اخراج اصلا بالنسبه لي ده اول حاجه هو نازل يفطر في اركان يعني دي از بيسك از ذات يعني الاكسبلوريشن يعني بتحب تاكسبلور حاجات واضح. انا I think ان انا متربي كده يعني قصدي انا I was blessed ان انا اهلي they allowed me to do things واجرب تجارب مختلفه يعني انا من وانا صغير كان دايما طموحاتي ان انا اكيد اشتغل حاجات كتيره وكنت بحب عامه الدراسه يعني بحب اتعلم حاجات مالهاش علاقه ببعض وحاجات عارف ان انا مش يعني يمكن مش هستعملها لما اكبر بس يعني الناس بتقعد تقول لي بتاخد بيولوجي ليه ايه ليفل مثلا وانا في اي جي فكنت بحس ان انا بحب البيولوجي يعني قصدي هي تعليم وحب في المعرفه يعني بس غير الساينسز وكده انا كنت دايما باكسبلور حاجات ارتس بس اللي هو زي الاكسبلوريشن زي الطبله زي الفوكاليز زي الاخراج واي ثينك ان الاخراج بالنسبه لي هو ستوري تيلينج. انا حاسس ان انا عندي قصص كتير قوي شفتها وعشتها وبحس ان انا عشت مالتيبل لايفز فعاوز احكي الحاجات دي اشوف الناس دي اللي هو انسايت معين او شخصيه معينه طول ما احنا قاعدين كده ببقى في حد قال جمله فبروح كاتبها فبحس ان الجمله دي هستعملها في يوم او اللبس ده هيجي في يوم فبس فهي قصص وعاوز احكي القصص دي يعني وحاسس ان هي لما في حاجات منها لما تتجمع مع بعض هتدينا حاجه مور انترستنج يعني فده اللي انا بحسه دايما. وفي حاجه كمان برضو كنت بفايند ات فيري فاسينيتنج ما كنتش عارفه انها ات اكزيستس ان انت ممكن تعلمي الناس through different methods of play including Lego. ديبو يعني متخصص يعني literally واخد certification انه يعلم الناس بليجو. Please if you can explain this a little bit further لانها من الحاجات اللي I found it very interesting and super creative when I got to know you يعني. انا بعمل حاجه اسمها certified انا بعمل حاجه اسمها Lego Serious Play فهو وده بيستخدم في شركات كتيره زي من الشركات في العالم ابل وجوجل واير بي ام بي وحاجات مختلفه وبيستخدم برضه في personal experiences في ميتنج رومز في حاجات ليها علاقه بان جي اوز حاجات ليها علاقه بحتى بيرسونال ريليشن شيبس مع ناس مختلفه. فهي الفرق ما بين الليجو از كوميونيكيشن تول فبدل ما الناس قاعدين ورا وبيتكلموا في ميتنج فكل واحد بيقول رايه حد بيتكسف شويه وحد عاوز يرسم الدور حد كذا كذا او بيرسموا فاللي هو بس الناس في الليجو بيبقوا بطريقه معينه يعني بنبقى الناس بيحطوا اكشوال بريكس ان استراتيجي او بيحطوا اكشوال بريكس في حاجه كل الناس تقدر تفيجواليز ونقدر نغيرها مع بعض. فمثلا سي انا عندي ديبارتمنت معينه وانت عندك ديبارتمنت معينه وانت عندك ديبارتمنت معينه وعملنا فيجواليزيشن للديبارتمنتس دي وبعدين عايزين نوصلهم ببعض او عايزين نجمعهم ونعمل ديبارتمنت ثانيه نعرف نشوفها وما تبقاش ايجو بيزد تبقى بلاي بيزد. فمثلا لو انا عندي الميني فيجر اللي هو الليجو الشخص ليجو مان كده الليجو مان الصغير ده اللي راسه صفرا فلو انا جبت زرع ليجو جنبه حس اوكي ممكن يبقى الراجل ده والزرع او هو بيبص على الزرع عادي هي كوميونيكيشن بنقعد نتكلم فلو حطيتها على راسه فممكن يكون هو بيفكر في حاجه انفايرمنتال على طول احنا اديناها المعنى ده فحسيت ان الراجل اللي مخه كله طب تعال شيل بقى الانفايرمنت دي من مخه طب لا انا ممكن اديها معنى تاني ممكن اخليها ان هو هاز ان ايديا وكل الراجل اللي بفكره ده هدخله الديبارتمنت دي هخليه يعمل فنقدر ان احنا نتكلم على الموضوع مع بعض فتفتح لنا بدل ما احنا زي ما كنت بقول لك ايجو بيزد او قاعدين لورا احنا كلنا قاعدين لقدام وعلى طول هي مش انا مش اتاش للراجل بتاعي هو الراجل ده خلاص جوه الاستراكشر فانا بروح نقله من هنا او انت تنقل الحاجه اللي انا كنت حاططها اوريدي ما بقتش ان انا ضدك بقيت احنا بنتكلم على الموضوع ده وفي الاخر بناخده وبنحطه وبنتكلم على الاستراتيجي بتاعتنا او النكست ستيبس او حاجه ممكن تبقى في علاقه ما بين اثنين او حاجه so it kind of it brings people together kind of بالظبط وبتخلينا around a certain idea بالظبط. انا in my therapy journey انا دي يعني ما اعرفش لو هي دي ليها حاجه في الثيرابي يعني
بس انا with my therapist حسيت ان انا دي tool انا بعرف اعملها وبحبها وعايز استخدمها. فحتى الثيرابيست قالت لي انت how much time do you need عشان تعرف تفتح الموضوع ده with your Lego experience يعني. فحتى قلنا السيشن دي هتبقى ساعتين وقعدنا مع بعض الساعتين دول على الارض على الترابيزه. وساعتها كنت بدل ما الموضوع تقيل عليا ومش عارف اتكلم فيه حسيت actually you know what كذا you know what كذا you know what ده انا ودي الناس اللي حواليا وده الراجل ده حصل له كذا. فبدات تبقى حاجه it's this it's not me بره جسمي. it's another story. it's another story. بالظبط. هو في حاجه اسمها play therapy يعني صح. بس بيستخدموها اكتر للاطفال يعني. بالظبط. بس أطفال it's very useful. اطفال. احنا age is just a number you know. طب اسالكوا سؤال تاني. انا شخصيا ببقى مهتمه بيه جدا لان احنا غصب عنا ساعات بحس اني ممكن I'm killing the creativity بتاعت بنتي وانا مش واخده بالي. فانتوا تحسوا ايه اللي ممكن يكون بيوقف creativity عندكم؟ طبعا احنا بنقول creativity هي بقى it's the process كلها على بعض باشكالها المختلفه. بس ايه اللي ممكن يكون barriers؟ I think لسه حاجه جت on the top of my mind لما سالتي السؤال. كنت لسه بقول له وانا جاي في العربيه واحنا جايين مع بعض ان انا بقالي 9 سنين عايش في كومباوند في الشيخ زايد. انا I believe ان ده اذاني بشكل او باخر وما خدتش بالي غير قريب جدا. لما كنت بسمع اصحابي اللي هم لا عمري ما اطلع من الزمالك عمري ما امشي من الناس دي بحس ايه يا مان دوشه ومواصلات وكلاكس. الانفايرمنت اللي حواليكي بيأذي creativity. environment as in structure. اسمنت اللي حواليكي وعدد الشجر والناس. وانا ماشي كنت بقول له كده بنقف بالعربيه كده عشان حد معدي كده فاهم قصدي تخبطي في وش بني ادم كده بالعربيه شوفي بني ادم كفي مش من حبي في الكافيات يعني بس مطاعم زبال معدي من هنا واحد طارق الكومباوند وانا قاعد في كومباوند هادي بتاع الصحراوي جيتد جنب مش بس جيتد احنا انا اعرف وشوش جيراني هو ما كلمهمش ومش صحاب انا اعرف اللي هو ده معايا في الكومباوند بس كده بروح النادي which is my social experiment every day احنا 1000 مثلا بس خلاص هم نفس ال1000 اللي بتشوفهم كل يوم تقريبا صح. فانا بتهيألي الانفايرمنت از ان اكشوال انفايرمنت از ان اوضه نومها البيت المدرسه هي عايشه فين ده شيء ممكن يخليها بتحب الوان معينه او تكستشرز معينه في عزله كده يأذي كريتيفيتي بيليمت جدا. انا عاوز اقول اكتر على اللي انت بتقوله ان هو فكره ان هو the pursuit of perfection او ال fear of failure او في صوره معينه عاوزين نوصل لها بالظبط. ففي صوره معينه اللي هي هو ده اللي الكومباوندز عملته ان هي عملت بيوت نفس الشكل كلها فما فيهاش اي ديفرنسز ما بين بعض والناس اللي هم عايزين نقول عليهم كوميونتي شبه بعض قوي تحت حاجه معينه كل حد بيحاول يوصل لحاجه معينه. ففي بيرسوت كده كل حد بيحاول يكون صوره معينه حتى يعني whether هو الصوره دي او مش هو او مش حتى مش بيحاول يبقاها بس بيحاول يبقى يأدابت مع الوضع دلوقتي. خلاص انا هصحى امشي في الكومباوند بدري فاهم قصدي which is good thing not a bad thing بس هو ماشي في المعادي ماشي يمكن في المعادي في بامبس في الشارع وكده بس كانت معادي كان في عصافير وكان في كنيسه فيها كريسماس كارولز ومش عارف كان في ايه انت دلوقتي ماشيه جنب بيت بيوت احتمال تعدي على كشك امن تصبح عليه كله علب يعني كله شبه بعضه قوي ففي الاخر الناس كلها عاوزه يعني في صوره معينه كده اللي هي بتبقى زي الجرافيكس كده اللي هو حاجه يعني كوبي بيست لاشكال كتيره والناس عاوزه تخش تفتن في الاشكال دي تتعود وخايف يجرب يعني انا لما فلولس تحس انها فلولس كده بالظبط معموله بشكل ان هو ما فيهاش ديفوهات ما فيهاش غلطات او ريحوكي بيها يعني انا لما جيت اروح مش عارف اعمل ازاي وما ينفعش تغيري الواجهات لان تغيير الواجهات ممنوع it's not like I want ان اغير الواجهات بس قصدي و70% منه خضره بتلاقيها ترتان كده وحش اصفر 70% من السنه لونه اصفر شركات الريل استيت كلها تقفل هو عملها مره مش هينفع يعمل الجولف ده وهي مش بتاعه البلد طبعا في منها حاجات مش بتاعه البلد ومحتاجه كميه ميه مهوله احنا مش عندنا ومش بتاعه اللوكيشن بتاعها ف يعني انا ده لما جيت اروح ايطالي كنت رايح اعمل افلام قصيره وكان اصحابي بيقولوا لي انت رايح تعمل ايه؟ اقول لهم رايح اعمل غلطات. فبين انت رايح تعمل غلطات حاسس انا رايح اعمل افلام في اجرب فيها حاجات تبقى ممكن تبقى صح او غلط بس حاجات اشوف اوكي انا دي كانت مش نافعه بالنسبه لي او دي عاجباني او دي عاوز اغير فيها حاجه او دي خلاص انا I'm never gonna do it again ويمكن بعدين ارجع لها. فاي ثينك ان احنا من كتر ما احنا بنبقى عاوزين نبقى حاجه يعني حتى في شغلنا بنحاول نبقى very polished والحاجات الدنيا مظبوطه بالظبط فبتخسر كل السبارك بتاعها وكل الحته الحقيقيه الرو الحقيقي اللي هي يعني اللي هو بيخليها احنا
هي بارت اوف يور ايدنتيتي. يعني انا المين ريزن ان انا متمسكه ان انا افضل عايشه في المعادي، لان انا حاسه انها جزء من هويتي وشخصيتي وذكرياتي. يعني حاسه ان انا لو رحت في حته تانية I feel like I won't belong، كاني اتغربت، يعني كاني رحت عشت في بلد تاني. انا ما حسيتش كده في انا شاب الناحيه الثانيه زي ما بيتقال، مصر الجديده، مدينه نصر، تجمع خامس كده. انت رحت من مصر الجديده all the way لزايد. اوكي. علشان كونفينينس كان جنب شغلي. لما كنت شغال في ايجنسي في ميدان لبنان، فانا طالع المحور اوصل البيت. وبقت كونفينينت ليا دلوقتي. يعني انا لو عليا انا اسكن في السيتي، بس خلاص بقت مدارس الاطفال وتمارين الاطفال فجنب. طبعا في حاجات طبعا بتفرض عليك برضو ان انت نديم عايزين نسمع رايك. لسه اقول لك انت هسأل عليك. لا بس كلت كوسه كتير. لا كلت بصل. وانا البصلايه بتنيم. لا انا اكتشفت ان انا شخص في حياته في العادي ما بياكلش بصل. اوكي. فغالبا جسمي مش متعود عليه. انا عملت دماغ، بس الدماغ دي فادتني ان اسمعكم بمزاج قوي. بصل يعني اتسلطنت. ايه بقى من اللي احنا قلناه؟ ايه اللي بيوقف الكرياتيفيتي عندي؟ ماشي، هرجع خطوه لورا بس اقول لك انا بعتبر الكرياتيفيتي دي ايه. انا بعتبر الكرياتيفيتي دي ان اخد اكشن، مش مهم هو عامل ازاي. لان كلمه كرياتيفيتي دي بتجيلي كده على الجرح وملزقه لو استخدمت بطريقه معينه. بالنسبه لي انا عشان استخدمها واستخدمها بشكل يريحني هو ان انا اعمل شيء، اشخبط. احنا الخمسه نخش ساعه نعمل العاب مسرح، نمسك بسمه تمسك جيتار وندندن هنا. خلاص احنا بقينا كرييتيف because we created. we did something. ومش لازم تطلع على كذا ولا كذا ولا كذا. فانا اي حاجه تعطلني او توقفني من اني اعمل هي خلاص كده باي باي. بيت بقى مشكله نفسيه، قاعده كتير على الموبايل، زحمه على كوبري اكتوبر، مشكله شغلاني، عطله مثلا في الشغل الجماعي مخليانا ما نعملش. يا عم نعمل باي شكل بس المهم نعمل. صح جدا. اي اوبستكل يخليك ما تاخدش اكشن ان جنرال. ايوه وانس اني ما خدتش اكشن I didn't create كده بقى. هو يبقى الشيء ده هو اللي معطلك او الشيء ده اللي موقف الكرياتيفيتي بالنسبه لي اكشن، تطليع، كرييشن، تطليع تخلق حاجه يعني بتاعت الخلق. كان في مدير زمان بيقول لنا، بيلعب كده معانا لعبه في الايجنسي ايام الادفرتايزنج، كنا فاكرينه رخم يعني. نسمه عايز 30 لاين للكامبين دي مثلا، ديبو 160 40 5. فكنا بنحس كده ايه التعالي ده ويعني ايه نسمه 120 وانا واخد 5 يعني قصدي ده. انا عشان انا فاشل هل عشان انا فاشل ولا قصدك هي فاشله فمديها اكتر حاجات كده. وكان بيقعد يقول جمله لذيذه قوي انه انا ما طلبتش 150 جود لاين، انا طلبت 150 لاين. just do it. اكتبي 150 لاين. فدلوقتي هو ده اللي انت قلته بالظبط. اكتب بس. فكره انك عندك تاسك تكتب 150 لاين اكيد هيطلعوا 3 لزاز. something's good. هو عارف ان هي مثلا بتكسل تكتب او بتخاف تكتب او عندها بيرفكشنزم معين في انه لازم يطلع اللاين. انت بتكتب 150 بقى عشان بس هو ده اللي كان بيقولوا شويه انه الفير ممكن يوقفك. انت خايف تكتبش حلو يعني اي ثينك. بس اللي نديم بيقوله هو لسه يعني اكبر ودي واحده من الحاجات. ممكن تبقى الفير، ممكن تبقى الحاله النفسيه، ممكن تبقى وات ايفر. واحد بيقعد معايا بيخليني ما اطلعش، واحد بيخليني بيضيع لي وقتي على فكره. بيبقى بيضايقني او فاهمين قصدي؟ صح. فانت ايه الرد الفيلسوفي الرائع ده؟ انا اسكت كده فرصه زياده. انا محتاج مكافاه. انا غرفت 19 مره لو ما خدت بالك. انا فاهم شفتك. طيب احنا خلصنا اكل، ويوجوالي بعد ما بنخلص اكل بننتقل من بارت السفره الى بارت القعده. بارت القعده بيبقى فيه الحلو تحفه رائع، وبيبقى فيه شويه ريفلكشنز كده على حبه الحاجات اللي احنا اتكلمنا فيها بغض النظر عن قصه بطوط keep it outside the conversation. هنتكلم. انا يعني انا شخص بحب جدا ان انا اول ما اكل احلي. وانا كمان خبط لازم كده ورا بعض. فهنحلي. لا يا هنحلي والعجله هتمشي. انا لسه قايل لك قبل ما نرول. يلا بسم الله. تشتغل الناس ولا ايه؟
طب يا لا، جماعه معلش. يلا احنا مش هخليكي تروحي هناك. طب انا عندي مشكله رهيبه محتاجه اريح فيها. جداً. انا محتاجه اعترف بيها. انا اسوأ شخص بيقطع. انا هقطع. لا دي احلى تورته ايس كريم من سنو، تحفه سنين. عمل اعلان. بتتكلموا في ايه؟ قفلت الإعلان. هتبقى تقطيعها اسهل من اي تورته تانية في العالم. بس بص بقى، بص دي الحلقه رقم سكينه كام؟ في الايه؟ في الجاتو. انا دي الحلقه رقم كام؟ دكتور. بس هي ده أيوة طبعاً. عشان دي هي سنو. هتبقى في العادي لا. كتصوير طبعاً. التالتة. كتصوير. لا التالتة. بص انا بقطع صغير عشان بحس ان ده مش صح نقطع كمان انت كبير. كده لا، مش بتقطع صغير، بس وعادي. أنا you're موجودين. doing a great job. ده لطيف ده على فكره، ده بورشن محترم يعني. عمل لنا بقى كده. ايوه من غير ما تسحب على صوابعك نسمع. بقى نلاقي صوابعك هنا معانا على الترابيزه. خدوا معلقه. ما تعطلنيش. حاضر. ايوه اتفضل. ما تحطش ايديها برضه. ايوه ثانية. لا فعلا عمليه جراحيه. هوب ايه فيش. هي عايز تسلك عايز تسلك. دكتور سنان. ثانيه واحده تعالى نسلك. شيل ضرس عقل. سلك كوريكا دي. يلا سلك بنجها الاول. لا يا جماعه سهله قوي، بصوا اعمل كده. ايوه شد. ساعدني بقى. شد. ايوه هي بتيجي مع اهو انا شديت دي بقى كده. الله يا ديبو يا الجيش بيقول لك اتصرف. لا ما يعرفوش على موضوع، ما يعرفوش على موضوع الجيش ده. ده جنون ده ما يعرفوش على موضوع الجيش ده عشان بجد. ها مين عايز ايس كريم؟ يلا انت يتصرف. بص بقى الطلعه دي، بص الطلعه دي. لا بس تألق. ايه ده انت بتاكليش ليه؟ مش قادرة. لا والنبي نفسي ادوق منكم بس مش قادرة. لا احنا دوق الحته الهرمون سلايسايه. انا انزلي على نفس السؤال بقى في اللحظه دي. حلو. احنا فاندر محدش هيرد عليا. محدش هيرد بالعكس. عليا. انت مش فاهم انا عامل قلت يا بنات. اصل انا عملت ريست للبصل. قوي قوي قوي. حصل لي ريست. طب هقول لك على حاجه يا نديم. حلوه صح. أيوة. احنا اخر حاجه قبل ما ننتقل لفقره القعده كنا بنتكلم على ايه؟ فكرنا كده كنا بنتكلم على هم ايه؟ سؤالين اتسالوا. ايوه السؤال بتاع كنا بنتكلم على الكريتيف بلوك. كريتيف وكان- بلوك وردينا وليه عليه. ليه دخلت دخلنا ليه دخلنا الكريتيف فيلد؟ ايه بالظبط. الحاجه اللي شدتك بالظبط. اي نوع من الابداع؟ لانك طبعا جربت الحاجه اللي أنواع مختلفة شدتني من الإبداع. انواع الابداع او هنا عشان مش فاهم يعني ايه ابداع، خلينا نقول الفنون. ابتديت اتجه للفنون اكتر لاني مع الوقت ابتديت افهم ان في الفنون قصه وحش وحلو وصح وغلط اقل من مجالات تانية كتير قوي، لان انا خلفيتي برضو مهندس معماري. طبعا فيها هذا فيه غلط rules. وصح وفي مصايب. انما الرسم، البينتنج، الرقص، التمثيل، الكتابه ما فيش مساحة قصه أكبر. وحش وحلو باينه وصح وغلط باينه، اراء حتى الغلط بالنسبه لك يبقى كويس بالنسبه لي او مظبوط. ففيها حريه اكتر، صح. فيها تنوع اكتر، وده بيشدني. حلو. ممكن اقول لكم حاجه صغيره انا فاكرها بس دي مش مهتمه بيها خالص. انا اعرف نديم خدت معايا بينتنج كورس، كنت رسمت حاجات كتيره معايا وكده. وبعدين وانا رايح اعمل الفيلم ميكنج دبلومه بتاعتي، هو كان رايح يعمل الماسترز بتاعته في لندن، قابلنا في المطار. الطياره. في أنا المطار فاكر. ركبنا الطياره مع بعض واو وبالصدفه، واحنا اتنين كنا في تيرنينج بوينتس في حياتنا. اتقابلنا في مطار القاهره تحفه. صدفه كده. قلت له لسه إيه ده؟ فين ها؟ انت رايح تعمل ايه؟ قال لي انت رايح تعمل ايه؟ وانت رايح فين؟ لندن. وانت رايح؟ لندن. كل واحد فينا رايح يدرس حاجه جديده. تحفه. كانت انترستنج واحد. اخترتونا ليه بقى؟ للسبب ده ولا من غير اي حاجه؟ معلومه ما كانتش ولا من عندي غير أي الصراحه. أسباب كده؟ لا ده انتويشن، انا اخترتكم انتويشن. انا بحب انتوا إيه طفوله أكتر- معينه جدا يعني. ايه اكتر حاجه بتحسوها ستيريوتايب بيتقال عليكم؟ حد شغال مخرج، حد شغال ممثل، حد شغال مش عارفه ايه، بتحسوا ايه اصلا؟ اصل انا بحس ساعات ان انا بخاف من الكريتيف، بحس ان هما ممكن بس على فكره هو ممكن يكون ده عشان انا اتعاملت مع حد او شفت حد كده هو بيعمل كده. فاهم قصدي؟ متهيألي اللي هو بيبقى جريء قوي، ممكن يطلع اي حد على المسرح في ثانيه كده. مش عارف بقى هجاوب متفلسف قوي النهارده، بس حاسس ده اللي نديم قاله على السفره. متهيألي انت قلتي انك بتخافي من انك تعملي ليه مش بخاف، بس قصدي بحس انهم جرأة عندهم قوي. ايه الستيريوتايب اللي ممكن تكون بتقال على كريتيف، صح؟ بتهيألي كلمه كريتيف هو الواد ده كريتيف قوي، فهو بقى ماشي فجأة- طول الوقت بيبدع. بقى فجأة ليه شكل. يعني الواد الكريتيف ده اكيد الواد الكريتيف ده فاهمه؟ ده حاجات أيوة. بقى يعني أيوة. مش عايز اقول هي ايه، بس حاجات يعني اكيد كريتيف يبقى اكيد بقى بيجي الشغل نقط، بالشورت. فاهم قصدي؟ مش عارفه ده ايه بيجي ده. في المسلسلات. المسلسلات لما بيجي يطلعوا ادفرتايزنج ايجنسي او كده
فاكر كويس قوي بدون ذكر اسماء. كان البطله شغاله في ايجنسي، بتروح بدل فوق، ما اعرفش اصلا حد بيلبس كده في ادفرتايزنج ايجنسي، والرجاله لابسين بليزرز، والكريتيف ماسكين كور باسكت وسكوترز. ده ايه الهطل ده اصلا؟ ايه الهطل ده؟ عيني يعملوا شغلهم اصلا. دايما كده بنت كده في شعرها كيرلي، فاهم قصدي ايه؟ ما ينفعش شعرها ليس. شعرها كيرلي ده بس. فلو في واحده شريره كريتيف، وبرضه خلي بالك كريتيف اشرار دايما بيطلعوا في التلفزيون هم اشرار. ايوه هيبقى كريتيف شرير شعره كيرلي. فاكر مسلسل التوأم؟ ليلى علوي طبعا ليلى علوي تهاني ومش فاكر اسمها ايه التانية، الشقيه اللي هي كريتيف، الطموحه كيرلي، انما ليلى علوي الثانيه مصففه ليس عشان هي مؤدبه وعاديه، فاهم قصدي ايه؟ بتهيألي ستيريوتايب تو كات ات شورت اللي ممكن يكون بيتحط عليا اني اصلا كريتيف، او اللي هو مثلا اقول رايي. مثلا احنا قاعدين هنا قريب انا ونادين، فبنتكلم على مثلا مسلسلات رمضان، راينا في الممثل الفلاني في القصه الفلانيه، اوبن سبيس كده عادي، بنقول ارائنا عادي، وحد يقول لي لا بس انا مش شايف. لما بقعد مع ناس اصحابي بره الفيل ده، او مش مطلق عليهم لفظ كريتيف، بس يا عم عشان انت بقى كريتيف وكده، ده اسقاط غريب جدا. ايوه طبعا. لان ممكن اكون شخص فيري كريتيف، ده بتقوله على السفره، ومش شغال حاجه كريتيف، شغال دكتور سنان. دكتور السنان بتاعي اختار طب اسنان لانه اغصب انه يخش طب اسنان، ده بجد. وهو كان عايز حاجه فيها فنون، ولقى ان اقرب حاجه يعمل فيها، بحب النحت هو جدا، اقرب حاجه يشتغل فيها هي طب اسنان، عشان فيها some sort of art. فده معناه ان هو دماغه very creative person، يعني ممكن بيسافر سفريات لطيفه، نوع الكتب اللي بيقراها very creative kind of books او creative thinking. بس هو دكتور سنان، فهو فكره انه الواد ده كرييتيف غريبه جدا، لانه كان الوظيفه كرييتيف بقت كانها سبه، كانها بس هي كمان العكس، كمان ات وركس، ان ممكن يكون في حد شغال في المجال ده ومش كرييتيف 100%. ما هو الجوز دوت سينج بقى العكس. وفي ناس كتير قوي شغاله في المجال في الادفرتايزنج مثلا، بقاش في الفنون بشكل عام، مش كرييتيف. ايوه مهني، بتعمل الشغلانه بتاعتها، الشغل يجي له بريف يكتبه يطلعه، زي الممثل او طبيعي يكون شخص كرييتيف او شخص موهوب عنده دور مثله كده، بس ما او بيطلع في نفس الدور تاني، ما اثرش فيك، ما عملوش كويس. ممكن هو كاكتنج كوتش بحس انه لا مش كده، ما بيعرفش يزود تول على الشخصيه مثلا. فاكيد بالتبعيه انه بما ان شخص ممكن يبقى كرييتيف، عاجبني نادين اول النهارده جدا، انه الكرييتيف ده مش كلمه، يعني هي كلمه اوفر يوزد وبقت دمها تقيل بصراحه جدا. فهو شخص بيعمل اشياء كما يحب ان يعملها، بس خلاص. موضوع الستيريوتايب ده يمكن كان بيحصل لي زمان شويه، ويمكن ده المفهوم عند ناس كتير، اللي هو انه الناس اللي في هذه المجالات، مجالات الارتس وكده، ما بيتعبوش قوي او ما بيعملوش مجهود قوي. صح. ليه بقى؟ انا لما عملت القفزه اللي هي ما بين الهندسه المعماريه لموضوع الفيجوال ارتس والرسم والحاجات دي، كانت حاجه صعبه جدا. الانكم بتاعي نزل 20%. كنت بكتب بروبوزلز لمدارس وارت سنترز ونوادي، واكتب 15 بروبوزل عشان 2 يظبطوا، ولو ظبطوا كم مجهود رهيب في المذاكره، كم مجهود رهيب مع العيال او الادلتس في الكلاس، مفيش اجازه ومفيش وطلعان عيني. فاختفيت كذا شهر، فبتوع صحابي يقولوا لي ايه، هم كانوا سبورتيف قوي في النقله، بس يقول لي يا عم عايزين نقابلك بقى. فبقول له مضغوط قوي. يقول لي يا مضغوط يا عم، انت قاعد بترسم يا عم، انت قاعد بترسم. فانا بسمع دي، انا نهار اسود، انا قاعد برسم ايه يا جماعه؟ صح. ده انا دي فتره صعبه جدا غير مش باخد فيها اجازات، وغير الفتره الشيء نفسه صعب. انت قاعد بترسم يا عم، انت وراك ايه؟ اوقات الانطباع ده بيبقى اللي هو بحس ان ده فيري كومن عامه على الفنون ان جنرال. اي حد بيشتغل في حاجه ليها علاقه بالفن بتتعامل معامله ان هي حاجه بسيطه وسهله. ما تستعبطيش يعني انت بتعملي مجهود، انت مش مجهود، بتعملي مجهود يعني ما تستعبطيش قصدي. او انت اكتنج كوتش يعني بمزاجك والسنتر بتاعك، وبتروح تقعد مع ممثلين، ما تستعبطوش، فاهم قصدي؟ وبتاخدوا فلوس كتيره جدا،
برضه فاضطروا. فاكر ما كنا بنتكلم على ايه اللي خلى الجمهور قريب قوي من الفنانين؟ فاكر القصه دي؟ بتهيألي ده اللي خلى الفنانين نشوفهم في التلفزيون يقعدوا يقولوا ان هم بيضيعوا فلوسهم كلهم على الشغلانه، من كتر ما بقوا انتميديتد ان الناس مركزه ان هي بتعملش حاجه، تطلع تقول كلمتين قدام الكاميرا يعني تاخد قد كده. فابتدوا الممثلين كده يردوا على انه احنا والله بنخلصهم كلهم على الاكسسوار والملابس. اتس اوكي دونت هاف تو التمثيل ده سبجكتيفاي الموضوع. التمثيل ده بيجي على الجسد، بيبري الجسم والصحه. في حالات كتير قوي بيجي على النفسيه جدا، صح؟ بيجي على الذهن جدا، بيجي على الوقت، بيجي على العيله، بيجي على المعارف، بيجي على كل حاجه. بس هي بالنسبه برضه ستيريوتايب مش شايفه ان هي حاجه سهله. انا مش حاسس ان الناس ما بقيناش في نفس الحته. في ابريشيشن كبير قوي. انا او اتليست في شغلي الناس تبقى فاهمه انت محتاج تريح بقى، واقعدوا يقولوا لا انا عايز اعمل حاجه. انا بالعكس بقول انا عايز اعمل حاجات دوائر بس قصدي دوائر كتير، بس كتير من حتى دوائر يبقى انت محافظ على الدوائر اللي حواليك. لا بس عندي دوائر مختلفه وكتير من الناس بتبقى عندها متفاهمين، تبقى حاسس ان هم متفاهمين اكتر، عندهم وعي اكتر يعني اكتر بكتير من كام سنه. انا مع ديبور لا حكايه بتاعت يا عم انت قاعد بترسم دي خلاص الموضوع اتحسن يعني. انا بالنسبه لي ما اعرفش غير الكرييتيف يعني. قصدي انا يعني درست حاجات كتيره واشتغلت شغلانات مختلفه، بس كان دايما بحس يعني الكرياتيفيتي بالنسبه لي هي بروبلم سولفينج بكل شكل. فوادر كنت بعمله في استراتيجي، ممكن ابقى بعمل استراتيجي فيري كرييتيف، او بعمل او حد مهندس بيفكر، او حد لما كنت حتى عندي ريستورانت كنت بطبخ وبحس ان ده في الاخر في كرييتيف ثينكينج، زي ما كان نديم بيقول حتى لو فكره الكرييشن ان احنا بنعمل حاجه ما كانتش موجوده وبقت موجوده في كونفرسيشنز، في شو، في حاجه بخرجها، في حاجه وات ايفر، كله في الاخر نفس السكيل، او يعني بتعلم حاجات مختلفه بس هي نفس السكيل في الاخر فعلا بالظبط. طب حسيتوا لما دخلتوا في شغل كرييتيف غير حاجه في شخصياتكم او اضاف حاجه لشخصياتكم ما كانتش عندكم؟ ممكن اقول حاجه صغيره؟ قول. اتفضل اقول. في كده قصه صغيره قريتها كده هبله جدا يعني. كان في سمكتين ماشيين في البحر دي حقيقيه؟ لا اصل ما قلت سمعتها كانها قريتها تتناقل على الناس عن اول واحد قريتها شايفهم. قريتها ابتدى يمثل السين. بس كنت بسال فعلا. لا اصل القصه هيأثر على استقبالي للقصه قوي لو هي يعني هي كنت قريتها في كتاب عن كرييتيف ثينكينج يعني. فاتنين في سمكتين ماشيين في البحر، سمكتين صغيرين، سمكه كبيره وقعدت من جنبهم قالت لهم هاودي بويز هاوز ذا ووتر، فبصوا لبعض وقالوا وات ذا هيل از ووتر. هما زي ما احنا بالظبط لما احنا بنبقى ماشيين في حياتنا، لو حد سالنا عن ايه اخبار الاكسجين يا معلم، حاسس ما اعرفش. في القاهره بالذات معرفش ده ايه اكسجين بالظبط. انا حاليا سالتك على اكسجينك عامل ايه. فاي ثينك ان هو ساعات لما احنا بنبقى احنا دي طريقتنا من واحنا صغيرين ما نعرفش غيرها يعني. او في ناس انا دايما بحس ان الحمد لله يعني I'm blessed انه كان I was allowed to do this يعني. يعني part of your upbringing، فالموضوع بالنسبه لك مش حاجه دخلت عليها جديد. ما دخلتش creativity يعني قصدي. فاهمه قصدي؟ بس انا مثلا نديم فور اكزامبل من مهندس بدا يعني يتجه لحاجات فيها ابداع بس هو مش معناه انا برضو انت قول رايك يعني عليك بس قصدي المهندس ده مش مبدع، ممكن يبقى في لا هو بس انا بتكلم على الفيلد ان انت دخلت كرييتيف فيلد بقيت بتشتغل شغلانه ليبلز بقى. ما بالظبط، لان المهندس بالنسبه لي انا في كرييتيف طبعا، وبالذات المهندس المعماري رسام يعني قصدي زي ما كنت بقى الدكتور ده بيرسم برضه الكوافير بتاعك شخص مبدع، فاهم قصدي؟ بس انا يعني ما اعرفش اي ثينك ان كل حد وتعريفه بقى للابداع، لان انا بحس ان الابداع ملوش باوندريز. صح والهندسه والطب ليهم قوالب معينه ما بتخرجش براهم من بره. بس بتهيألي ده بالعكس، ده لو الحاجه ليها محددات بشوف انه نسبه الكرياتيفيتي فيها اعلى بكتير من لان انت لازم بقى جوه ده صح تصمم المبنى بالطريقه دي. انا البريفز اللي بتجيلي اللي فيها ليميتيشنز اعلى، وذر وقت بادجت ممثلين معينين تشالنج اكتر بنطلع. انا لازم اطلع حاجه مور تشالنجينج ومور اكسايتنج، وعندي تولز اقل ولازم اذاكر اكتر واصعب، وكرافتنج بجد اعلى بكتير كمستوى. كريتيف فيلد بقت عامله زي ما كان من 10 سنين كده حد من اهالينا يقول شغال في الميديا. بنزعل من الكلمه دي قوي، انه انا مش شغال في الميديا، انا شغال في ادفرتايزنج ايجنسي. يعني ايه الميديا دي؟ كانت كلمه بالنسبه لي عواجيزي او كباراتي او وات ايفر ات از. فبالنسبه لي دخل الكريتيف اندستري ده مسمى مننا لما عملنا بقى
ساميتس وعملنا ايجنسيز والكريتيف فيلد اتلاحظ فبقى بيطلع في التلفزيون ايام السلم والتعبان مثلا. فاهم قصدي؟ لان انا ايام السلم والتعبان ما كنتش عارف ده بيشتغل ايه. كان اول مره في حياتنا كنا اول مره في حياتنا نشوف ما اعرفش هي كان بيشتغل ايه. آه. هم ليه بيقعدوا في ميتنج روم لابسين بدل زي بابا بس معاهم كان وبيقولوا هنجيب بنت بترقص تانجو. فانا حاسس ايه الوظيفه دي؟ فهي ده كان اول مره نشوف في التلفزيون وظيفه الكريتيف ايجنسي او ما الى ذلك. فبالتالي هي بقت مور اوف نيو ليبل اتحط. فبنقول ونديم برضو صاحبي شغال برضو كرييتيف. غريبه بصراحه هو اسقاط لوحده. لو تساليني ايه الستيريوتايب نديم اكتنج كوتش بيريد بس. ما في محمد دكتور سنان ديبو مخرج مسرحي. جماعه خلاص بقول هو يعني اكتنج كوتش او يعني ما اعرفش بالنسبه لك ايه بس اكتنج كوتش فور ناو يعني مش معناه ان هو لازم يبقى اكتنج كوتش طول حياته وبتدبس في ده. النهارده حب يعمل يعني انا من وانا صغير بقول ان هو او يعني اهلي حتى كانوا بيقولوا لي ان هو you can do you can't do everything at once but you can do everything in a lifetime. فانا النهارده انا بحكي قصص عشان عندي قصص احكيها. بعد شويه هبقى لازم اعمل اكسبيرينسز ثانيه من خلال ممكن مشروع تاني من خلال سفريه مختلفه من خلال حاجه وابقى بعد كده ممكن ارجع تاني احكي قصص من خلال الرقص من خلال الغنى من خلال فيلم ميكنج من خلال الكتابه. رقصت تعمل فيك ايه؟ ما تخافش احنا رايحين كل حته. ايه الهروب بس ديبو انت you're different. الناس اغلبها مش عايزين يستقروا في حاجه ويطمنوا في حاجه يحبوها. بيدوروا على الاستقرار وبيدوروا واستقرار ممكن تبقى حتى لو حاجه بحبها فاينانشال مش شرط كمان تبقى يعني ممكن بس ده illusion. انا من وجهه نظري ده illusion. الواقع اللي حوالينا اغلبيه الناس بتبقى بتدور على العكس. انت this is a blessing. انا I believe ان انت عندك المساحه انك تجرب. نرجع للخوف اللي كنت بتقولي عليه. صح. الخوف خوف محرك رهيب لعدم الاكشن. لا وفي حاجه في النص ما بين اللي بتقولوه انه المثال اللي انت قلته. فممكن عادي انا في ثلاثيناتي اربعيناتي وبلست ان انا وصلت لحاجه بحب اشتغلها فممكن ابقاها طول حياتي مفيش مشكله خالص. واسيب حته صغيره قوي انه فور ذا انون اللي هو وات ايفر بقى في حياتي. يعني ممكن اموت بكره او ممكن اشارك حد في مصنع عصير. يعني قصدي مش مهم بس قصدي اشمعنى ما اعرفش بس جت في مخي بس او ري انوفيت بالظبط. بس قصدي اتس فاين انه الواحد خوف شويه بتهيألي انه مش غلط. انا بحب انا من نظريه انه لازم يبقى عندي حاجه من كل حاجه. شويه خوف على شويه فيث على شويه يا عم سيبها لربنا على شويه استعباط وكسل على شويه كرياتيفيتي على شويه فاميلي تايم. يعني قصدي بحب الكومبو كله ويتنعكش بقى عارفه بتاعت زمان دي اللي بتقعد تقلب كده فتبقى شويه هنا فيبقى الفاميلي تايم اكتر بكتير. فانا اقع شويه في شغلي او اقع شويه في ابداعي او وات ايفر ات از والناحيه الثانيه شويه او انا بشوف كده يعني. وبالتالي لو حاجه وحيده بتجزم ما هو كرييتيف وما هو لا كرييتيف والجزء بتاع الهيمسفيرز والمخ ان في ناس بتميل الى الابداع اكتر من الناس اللي بتميل الى الورقيات والحسابات ومش عارفه ايه. بالتالي ده جزء منطقي اكتر انه يكون في شخصيتك. لو انتوا هو قرر يسيب هندسه ويشتغل اكتنج كوتش ما ينفعش بقى يبقى حاسب حياته زي ما كان مهندس. ما ينفعش يبقى في نفس القلم والمسطره والتقسيمه. يبقى في شويه انه اللي هما جزء من الابداع لو هنسمي دي كلمه يعني اللي هو ما نعرفش بقى. ما هي دي ما اعرفش برضه هنسمع رجوعا للشغل اللي هو يخص الكرياتيفيتي ده عمل ايه. عمل لي في حياتي اليوميه وتعاملاتي واختياراتي درجه من اللامبالاه الصحيه. صح. لا مبالاه هنا مش بقولها بشكل وحش خالص بالعكس انت قلت بس بكلام منطقي اكتر بكلام حقيقي. لا بالعكس في نوع من اللامبالاه كده جاي كانه شغلي قربني للبوصله بتاعتي انا بتاعت كل يوم اللي هو انا لو عايز ده انا عايز ده ولو مش عايز ده مش عايز ده. انا مش عايز اقابل الشخص ده. انا مش عايز اعرف البني ادمه دي. انا مش هطلع السفريه دي. انا هروح اقعد في المكان ده اقرا. انا عايز اعمل كده بغض النظر عن راي الغير او الظروف بقى او المنطق او اي حاجه او المفروض وخصوصا راي الغير دي. بس هنا في برضو لا دي بقى تريكي قوي. دي حاجه ثانيه. لا مختلفه عن الراي. عدم الاكتراث براي الاخر. الراي مختلف عن رايك. لا طبعا مش ضروري من غير فاليديشن ده انا هسيح زي التورته دي. ومش بطريقه بتالي مش قصدك بيها طريقه وحشه خالص مش تقليلا من شأنك بس هو اصلا مش حقيقي فعلا مش حاجه حقيقيه زي ما كان بيقول حد فيكم من شويه قال ان هي كذبه او مش عارف illusion او مش عارف ايه. هو حقيقي مش المفروض رايي يفرق لها في حاجه اوكي في حياتها اليوميه. مش المفروض ان يكون فرق لها طول ما هي مش
ماسكه سيف مش عارفه ايه وماشيه تقطع في رؤوس الناس في الشارع، يبقى بتحب تشتغل، بيحب يسيب هندسه، بتحب تقرا هنا، بتلبس نص كم في الشتاء، بتلبس وعدم الاكتراث، انا سوري اتفضل. لا خالص. عدم الاكتراث لراي الاخرين ده وصلني ان انا ابقى سيلكتيف قوي، اهتم براي مين، فبقيت اهتم برايهم جدا. بس ممكن يبقوا 3 بس هم محدودين. بس انا مش لازم اركز مع اراء 35,000 واحد. الناس بقت تعمل كده النهارده. الناس يا باشا بتهتم باراء الناس اللي ما تعرفهمش على الموبايل. صح يعني صح. اوفرويلمنج موت كمان. جدا متعب جدا. بس هنا I think عبد الرحمن قال حاجه، قاعد يقول ما بين ايموشنز مختلفه واحاسيس مختلفه وستيتس مختلفه، وده محتاج ريجوليشن. يعني في ناس ما عندهاش القدره ان هي تقدر تمنتين ان هي يبقى عندها الخوف وعامله كنترول عليه، ويبقى عندها ان عارفه ان في ريسك بس انا مش شايفه ريسك، انا شايفه لا مبالاه وفايدني بوزيتيفلي. وفاهم قصدي؟ بس انا عمري ما ذكرت كنترول. كنترول دي كلمه وحشه جدا. لا مش وحشه، انا اصلا كلمه فوق قدراتي، انا اصلا ما بعرفش كنترول اي شيء. ما هو بالظبط، بس انت عارف تو مانج ده. لا بسيب نفسي اكتر مش بمانج. يعني انا النهارده لو الفير بقى 75% والحاجات التانية بقت 25%، ماشي هحاول. عشان عارف انها فتره ولا عشان عارف انها فتره، عشان عارف انه هتعدي عموما. يعني قصدي ياما خفنا فتمام، ياما وقعنا فاتظبطنا، وياما كنا اون توب وكنا تعسى جدا. يعني لو على سبيل المثال شغلي ساعات بيبقى عندي فيري سكسسفل فاينانشال يير، ما صدتش ولا حاجه صورتها. مش فاكر قوي اني قعدت شهرين على بعضهم فيري انرجيتك كده مع اني بصور طول السنه. وفي سنين تانية كنت لسه بحكي لمراتي، سنه 2024 مثلا سنه بالورقه والقلم المفروض تكون يوم القيامه بالنسبه لي. عدت عليا بلطافه عجيبه بالنسبه لي، يعني عدت سموث جدا. يعني مش فاكر كنا لسه بنتكلم مع مين، وهالي احنا غالبا كنا بنتكلم سنه، مش انت قلتي لا سنه مش عارفه كانت 22 دي بشعه او رندا امام حاجه كده. كانت رندا امام ايوه. بس 24 كانت صعبه. انا بالنسبه لي 24 دي كانت بالورقه والقلم، يعني المفروض يبقى معدل الفير طرشه لدرجه ان مخي انفجر والدم موتنا. عدت، اكتشفت ان هي كانت سنه وحشه اون بيبر لما خلصت. فانا مش بحاول اكنترول ولا مانج، او ده انا يعني انا حسيت انه خلاص انا بس اقتنعت بفكره انه لازم كل يوم انا ايم اوكي ان كل يوم يبقى فيه كل الرينج بتاع المشاعر. صح. ده ممكن يكون مش اظرف حاجه اللي حواليا، يعني دي ملوش ذنب ان انا دلوقتي الفير واكلني وانا بشتغل معاه فمتنشن جدا، بقى بساعه الفير قل والدوبامين زاد، فهو حاسس لا انا مش عايز هطل بقى يعني. فممكن يبقى مؤذي اللي حواليا، ده اللي ممكن اكون انا بحاول اكنتروله. ان انا اللي انا حاسه مش لازم يكون طالع بره، ممكن يبقى افضل جوايا انا بس انا متقبل جدا ان ال 566 لو موجودين اتس اوكي. مش عايز اكنترول حاجه فيهم اولي برضه. اصل في ناس ساعات بتبقى حاسه ان هي حاسه بحاجه وحاسه ان هي مش مرتاحه ومش مظبطه، بس انا مش عارفه هو ايه بيحصل. يعني انا need to talk to someone. It doesn't have to be a therapist. لا ساعات طبعا احنا بنتكلم على experience مختلفه. أيوة اصل هي مش حاجه واحده يعني. صح مش قالب. لا برضه يعني ساعات ان انا لازم الواحد يايدنتيفاي الايموشن ده، ساعات الواحد جاست ليت جوه هتعدي. يعني قصدي اي ثينك ان احنا بنحط سو ماتش ويت على ان احنا يلا بينا نمانج الدنيا ونمانج الحاجات معينه. مش دايما مع صوت الكراميل ساعات جست ليت جو الدنيا بتعدي وبتبقى هو ليت جو ده از كوبينج. يعني انت اساسا في حد ذاته ان انت تحس ان حاجه اوكي هي حاجه جت هنا و I'm letting it go, it's a coping skill. صح يعني صح مهم جدا يعني. والارتس بتطور ده في البني ادم. توكل. الارتس بتطور الليتنج جو والسرندرنج لما هو كده. ومن اكتر الحاجات يمكن اللي بشوفها او من خبره شخصيه يعني البينتنج. البينتنج مش ميديم تقدر تكنترولو قوي. في نسبه كبيره قوي اللي هو خلاص يا باشا انت عمال تحاول تخلط اللون ده بالدرجه دي، وحاولت مره واثنين وثلاثه اهلا وسهلا هايل جميل، بس خلاص هو ده اللون اللي طلع. اشتغل باللون ده بس شوف اللي جنبه عامل ازاي والادج بينهم سوفت ولا كمل في اللي بعده وغمق هنا let go من ده وخش على اللي بعده. بس لو قطمت and you didn't let go
هتتزنق هنا طول حياتك. هتفضل البينتنج دي قاعده هنا 10 سنين ما تحطش فيها غير الخطين دول وخلاص. لان انت اللي هتتعمل كده يعملك كده ما تتعمليش. لا الموضوع رايح جاي، الموضوع رايح جاي بيني وبين البينت والفرشه. ممكن مثال عشان زي ما كنا بنقول شويه انه 3-4 دقايق ورا انه دكتور او صيدلي او مهندس او كده، نفس اللي نديم بيقول ده بالحرف. عندي دكتور في مدرس في ثانويه عامه بتاع كيمستري، شاطر جدا مشهور جدا. فاكرين الثانويه العامه كانت في سنترز وفي دروس في كيمياء يعني فلان، بيولوجي يعني فلان وكده. هو كان في عالم مصر الجديده مدينه نصر كده ده توب الكيمستري، كان ناشف قوي كراجل، مدرس كيمياء كمان معين جدا. I think he was one of the very most iconic creative people I've met في حياتي انا الدراسيه. مثلا من طريقه تحفظنا، هو بيحفظنا الايكويشنز بتاعت الكيمستري اللي هي كتير جدا على دماغ واحد عنده 16 سنه ده اصلا تروما، وهرميها في الزباله بعد بكره. يعني مش هخش علوم ومش هبقى كيميائي، انا بقيت مخرج. فحاجات بقى اللي هو ممكن تكون عرفتها لما كبرت، انه مثلا كانوا بيعملهم على مابس A5 كده كبار بيطلع قوي، ده الملح في الاخر عادي، ونلزقهم على المكتب، المكان اللي بتقعد تذاكر فيه تحطهم قدامك اخر شهر قبل الامتحان. فده العينيكي بتاخد صور حاجات بقى ما كنتش اعرف. ده بالنسبه لي نوع من انواع الكرياتيفيتي. كان بيدينا نصيحه نديم قالها دلوقتي حالا، واول حاجه افتكرتها ما قال كده هو مستر خالد سعد، لو انا بقول اسمه صح. بيدينا قابلنا ما رضيش يقابلنا خالص قبل الامتحان ب 10 ايام، ده 2004 تقريبا. وبعدين قابلنا ليله الامتحان كل السنترز 3000 طالب مثلا، جنان مظاهره في سنتر ما، وفاكر بقى ان احنا هنراجع واخدين بقى قال حاجات كده اللي هو محدش يبقى بيطارد نفسه انه يطلع قبل نص الوقت، محدش يراجع الامتحان بعد ما يخلص اجابات. واحنا كنا في مدارس لغات ومدارس حكومه، فكده كده بتاخد ثانويه عامه ورقتين عربي وانجليزي، فاحنا بنحل من الانجليزي. تاخد الورق العربي، ودي نصيحه غريبه جدا يعني، تكفيها على وشها ورق الانجليزي، ما تقراش ال6 questions. question 1 A اقراه، عرفت اجابته اكتبها، ما عرفتهاش سيبها. يعني اكتب A وسيب في الورقه الكشكول الاجابه. B اوعى تقف عند سؤال واوعى تراجع بعد ما تخلص. اما اقف عند، لو قريت ال5 اسئله، اول 6 اسئله كان عندنا 5 اختياري من 6، فاكرين؟ لو قريت ال5 اسئله وفي منهم 3 انا مخيش فيهم، دهتي انت طول الامتحان يا نهار اسود كله هيبوظ. وكان عندنا تروما في ثانويه عامه، انت عارف ان السؤال ب10، فانت لو ضاع منك سؤالين ادي 20 درجه ضاعوا. انا كده كده مش هقفل الماده دي خلاص، امشي اجابه باجابه، خلص الامتحان وحل 6 اسئله، خلص امتحان كله، ارجع شوف الميسنج فين، هيبقى عندك وقت. انا كده ده اون تايم مانجمنت، اتس اميزنج. فسوبر سمارت ادفايس من مدرس كيمياء. يعني ده راجل دخل كليه علوم او كليه تربيه قسم علوم، ده بيعلم 600 طالب دروس، فاهم قصدي ايه؟ واداني حاجه نديم انا دلوقتي على بينتنج، اللون طلع عامل كده، ورك وذ ات. او لو عايز تبقى خد اللون ده اتكل على الله هنعمل لون تاني، ما تقفش بقى قافش في اللون ده هيوصل الدرجه اللي في مخي. قابلني بقى انت ومخك في يوم من الايام. مفيش حاجه اسمها الدرجه اللي في مخي، مفيش حاجه اسمها الدرجه اللي في مخي. ولو حد فاهم البينتنج، الالوان اللي البيجمنتس بتجيبها ليس لها علاقه بالالوان اللي احنا شايفينها، ليس لها علاقه الالوان اللي بتيجي على عدسه الكاميرا، صح؟ يعني كل واحده اليوم ليها مبدأ، فاتبسط يا عم وخلص. سميه بقى ليتنج جو، سميه اكسبتنس، سميه تايم مانجمنت، سميه كريتيفيتي. قصدي فالارتس حقيقي بتساعد على ده 100%، بتساعد على فكره التفاوض مع الشيء دي، اللي هي مش انا يا انت، لا في انا وانت، انا احيانا انت احيانا انا احيانا، واكسبتنس مفيش الباينري ثينكينج ده قوي. ايوه لا، وفي مفاجآت هتطلع، لازم تاخد المفاجاه دي كهديه جدا وتشوف هتعمل منها ايه جدا، او تحطها على جنب وترجع لها لما تعوز، لما ايه لو في اللوكسجري دي يعني. لو في اللكجري بالظبط برضو، لو مفيش لكجري اتس فاين خلاص، يعني اتس اوكي، هنعمل باللي معانا يعني. صح. يعني طب ايه اكتر بروجكت اشتغلتوا عليه وحبيتوه؟ يعني كنتوا مبسوطين بقى وانتوا بتشتغلوا عليه، ايا كان بقى، هو كان ارت، كان اخراج، كان يعني مش لازم يكون مربوط بحاجه انت بتعملها دلوقتي، بس حاجه اتبسطت بالبروسيس بتاعتها كلها على بعضها كده. كان عندي كذا حاجه، مش انا اصلا اصعب سؤال في حياتي اللي هو اكتر ممثل بتحبه، اكتر فيلم شفته حلو.
اللي هو اكتر حاجه دي بحس انا لازم فاكر أكتر. انا قولي فاكر عشان حاجة. هي مش بعيده يعني. او يعني اكيد في حاجات ابعد، بس كنت ممثل في عرض مسرحي اسمه ابني. الوقت اللي اتاخد علشان النص يجهز، عشان الممثلين هم اللي جهزوه، كل واحد ترجم الدور بتاعه من الاوريجينال سكريبت اللي كان بالانجليزي، واللي حضرنا فيه بروفات مع المخرج، وانا بقى بيرسونالي مذاكره الشخصيه وكم الريسيرش اللي كان لازم اعمله، علشان كان في حاجات تخص المحاماه، وحاجات تخص الصيدله، وحاجات تخص التامين. كانت حاجه ممتعه جدا. التحضير كان ممتع، والتنفيذ كان ممتع، والتجارب كانت ممتعه، والتخييش كان ممتع جدا. دي مهمه قوي. كان في ليالي في العرض كنت بطلع اللي هو انا ازاي بعمل كده اصلا، وليالي ببقى فاهمه بيك ديكابريو طالع، وبتتفاوت العمليه خالص. استمتعت بالمشروع ده جدا لصعوبته، عشان بس الاجابه تبقى وليه. لصعوبته كان صعب جدا عليا، انا كان شفته صعب مرتين جدا. حضرته مرتين المسرحيه دي حضرته مرتين. وفي مره منهم كان فيها يعني المره الثانيه كانوا further in characters اكتر من المره الاولانيه. بعدها ب10 اشهر، بعدها ب10 اشهر بقوا خلاص هم يعني هم الكاركترز يعني مستحيل، وهم الاربعه اللي بيمثلوا في المسرحيه اعرفهم كويس جدا in real life، فما شفتهمش، شفت الكاركترز. وكان في سين المفروض ان واحده فيهم بتركع وبتطرطش على الجمهور. it was so real ان الناس كلها عملت كده عشان خايفه يجي عليها من كتر ما هي she was so in character. قلت لها انت عملتي كده ازاي يعني، عرفتي how did you pull this off يعني. they were so in their element and it was a very difficult play. بتتكلم على علاقات كتير قوي متداخله بطريقه very simple. يعني السيتويشن اللي هم فيها لو بصيت لها بيرد اي فيو هتحسي انها حاجه بسيطه جدا، بس كميه اللايرز والصراعات النفسيه اللي بتحصل بس ما بين 4 اشخاص، هم 4 اشخاص throughout المسرحيه، حاجه مش طبيعيه. عشان ندي حق للريفرنس بس، الاوريجينال سكريبت اسمه God of Carnage بتاع كاتبه اسمها ياسمينة ريزا، وفي ادابتيشن لفيلم اتعمل اسمه كارنج في الألفينات. بس لحد ما وصلت بقت ابني. انترستنج. بس انا اي ثينك برضو يعني انا مش هقدر اقول حاجه بعينها، بس فعلا البروجكتس اللي ذاكرت لها قبل ما اشتغل جامد، واللي كان فيها تشالنجز دايما بتبقى قريبه من قلبي اكتر بكتير. فبس انا ان جنرال يعني I love being on set. دي اكتر حته الناس بتحبها، انا اكتر حته انا بحبها في شغلي ان انا ابقى في اللوكيشن بالماس بتاعتها، بالمانجمنت بتاعت الناس دي كلها، بفكره ان احنا عندنا ان انا عندي حاجه معينه عاوز اطلعها بس مش متاكد هي ايه بالظبط. بس كل ما هي يعني المخرجين or masters of decision making trees. فانا يبقى عندي شجره، ففي الاول اول حاجه هختار حاجه معينه في element معين هنبدا بيه. فلاتس سي هنبدا باللبس مثلا، فهنقول هنلبس انه تيشرت اخضر احمر اصفر وات ايفر، فاقول التيشرت الزرقاء. فالتيشرت الزرقاء دي هتفتح لي حته من الشجره. هنقول طب الكنبه او وات ايفر يعني الارت دايركشن يمكن يجي الاول، بس قصدي الكنبه هل هتبقى زرقاء فبرضه فتبقى بتبلند مع الازرق اللي هو لابسه، ولا هتبقى حمراء فهتبقى بلوك، ولا هتبقى بيج فالازرق هيبوب، ولا كذا كذا. ومنها اسئله بتفتح شجر سريع جدا. وساعتنا حد يجي يقول لي طب انت هنلبس التيشيرت الزرقاء اللي اتفقنا عليها، اقول لا انا غيرت الكنبه اصلا، لا ايه ده الممثل مش بيطلع لي الاداء ده، فانا اصلا مش هنخليه كوميدي بنفس الهيومر، فهخليه بهيومر مختلف، هيكون اكشلي اللبس هيحقق له كل حاجه اللي يعني قصدي. فاسئله بنقعد نجاوب عليها بسرعه جدا، والصوره ما بتبقاش واضحه 100% على قد ما بتقعد توضح، وفيها انتويشن عالي جدا. ممكن ما يبقاش العمل كله هو اللي بسطك، بس في تفصيله معينه حصلت فيه انت كان نفسك تحققها. طبعا حصلت. انا فاكره كويس قوي لما كنت بتصور الاعلان بتاع أليس إن وندرلاند. ايوه. وكان في ارانب. طبعا كان في ارانب، اكتشوال ارانب،
وانا كنت فاسينيتد ان دي طلب ارانب، والارانب جت وعمالين بقى ياخدوهم دي باتم وكده قبل ما يطلعوا في السين، عشان هو مهم قوي بالنسبه له الارنب يطلع. وهي واز سو هابي، يعني a genuine moment of happiness ان الارنب طالع في الشط. لا والارنب عايز اقول لك حاجه، والارنب ما كانش راضي حاجه عايز اقول عايز ايه؟ الارنب ما كانش راضي، الارنب ما كانش راضي غير معايا. ايوه وكان كل شويه والله العظيم. ايوه وكان هو وانا اللي نسجل بخليه بقى بعد الحلقه دي فريم. وطبعا لما عملنا في امال نسمة كانت قالت لي، على فكره كانت فكرتها فعلا، اللي كانت قالت لي تخيل لو عملنا لو جبنا حمار وعملناه يونيكورن. ففي مكالمه مع امنه الشندويلي اللي هي ستايلست، فبتقول وهي اول ما خلصنا المكالمه قالت دي بص تعالى نلغي الفيلم ونعمل المكالمه دي الفيلم. ان انا بعت لها كاست برزنتيشن فيها اسامي يعني صور ناس، ومثلا كذا 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 باسمه بصورته والحمار وصورتها. ايوه وقالت لي مين فله دي؟ في واحده اسمها فله، هي بقى مش شايفه بقى فقلت لها فله دي الحمار، هنفصل لها فستان وهنلبسها يونيكورن عشان يعني هي جزء من البلوت بتاعت الفيلم ان احنا بنحقق الاحلام، فهم لبسوا حمار يونيكورن. هنمسكوا بعدين وبعدين اصلا جابوا لي حماره ثانيه ام ست، وهو عايز فله، هو مختار فله بيعلي على نفسه، هو مش عايز بس انا برضه عايز اقول لك انا كاستات حمير كتير. قالك كاستات حمير كتير. لا وبعدين قالوا لي ازاي عرفت، فقلت لهم ان انا اخترتها، فقالوا لي بس هي لما اروحوا للراجل بعد ما اخترتها كان عاملها بالحنه، قعدوا يليفوا الحماره عشان يشيلوا الحنه من عليها. انت شفت فيلم اي او؟ ايوه ده بطل حمار خطير تحفه والله، فيلم خطير حلو قوي احمد عجبني احمد زقاني فيلم شفته في البيت. ايوه صح هربوا من حته، كان هو بيوصلهم من حته لحته. عايزه فيلم افتكر مشهور بتاع احمد زكي. لا ورامبو اخر حاجه 4 في مهمه رسميه. 4 في مهمه رسميه، حمار وقرد خطير، الفيلم ده بحبه جدا. لا ورامبو كمان اخر حاجه انا شفت رامبو كان برضو كان وفي حاجات متمرنه جدا. كانت خطيره. ايه عندك بيتمرنوا عندك؟ بص كده ما بيبقاش في حاجه ما تشيلهاش. بليز شيلهم حاجه في الحلقه دي. الحلقه دي الله يخليك الله خلي يخليك. الحلقه تعيش بقى. انا مش هتبقى تتضايق. طب انا عندي قطه. اتفضل خليها تبعت لي على انستجرام. والله بوريها لك بعد ما والله طلعتها بتقول لها ست وستي القطه. عندي قطه تعجبك. مرارة عندك. طيب ايوه عبوده بقى. لا انا عايز اعرف يا عبوده انت عملت اي عمل اتبسطت فيه يا عبوده؟ اكيد مش عايز ارد ردود مش حقيقيه يعني. انا مش فاكر قوي اخر حاجه عمل اشتغلت عليه كنت اللي هو حاسس متحمس جدا. انا يوجلي بتحمس على البروسيس الشغل. اوكي. بحب جدا بريف كرو، بحب الكاست بروسيس جدا جدا. دي اكتر بقعد اقول حتى ان انا بشتغل مخرج علشان الكاست بروسيس. بحب جدا الكاست، دي اكتر فقره بحبها في شغلي. ليه بقى؟ عشان عندي اوبسيشن بالشخصيات، فبتشوف حاجات مختلفه. بحب جدا الشخصيات. عنده حاجه في دماغه عايز بقى يشوف اقرب حاجه ليها في الواقع. لا والعكس كمان، التعرف على الشخصيه. يعني احنا بنختار الاول الكاست صور، فهي طلعت في صوره. انا بحب قوي اروح الريكاست مع ان هي مش تتكلم في الاعلان تقريبا، ونقعد نتكلم شويه. ساعات بتفتح لي حاجات في السكريبت، يعني حاجات كتير قوي. معظم الحاجات اللي فيها كوميدي بالنسبه لي انا وتمثيل ممكن يكون اكتر من 50%، 55 60% بيبقى ارتجال كاست. فبستمتع جدا بمحاولة ان انا اجيب الكاست اللي اقدر ابقى مبسوط معاه اون سيت، انه نديم انت فهمت عيش يعني. ولو الموضوع ضيق قوي تعالى ناخد اللاين اللي في سكريبت اللي ابروفد من الكلاينت وتعالى ندور كده نص ساعه كمان. وبتاند اب انه ألذ حاجات ضحكت عليها في شغلي او اتبسطت او نزلت في الاخر في الكلاين كات يعني. كان نديم قالها من دماغه، ست كده ستينيه وقامت ضربه كده جمله من بقها قالت اللي هي عايزاه. نورت حاجه. بحب الكاست بروسيس جدا جدا. فمش فاكر قوي اخر حاجه عملتها اتبسطت بيها او كنت متحمس قوي يعني وانا بشتغل عليها. انا عامه بحب احاول ابقى دايما فير لشغلي، يعني انا بشوف ان شغلي كمخرج اعلانات هي وظيفه. اوكي. فبحاول ابقى دايما موظف، بحترم وظيفتي يعني جدا، سواء كلاينت او ايجنسي او كاست او كده. بس في بروجكت دلوقتي انا متحمس قوي عليه.
تحفه. بس عشان بكتبه والمفروض اخرجه، فمتحمس عليه جدا. بس كده. حلو جدا. انت ايه اخر حاجه عملتيها وكنتي متحمسه؟ سواء شغل او بره الشغل. شغل شوف بقلبك بتاعت رمضان. فرقت معايا جدا on so many levels. كان بقالي فتره ما بكتبش اغاني، عشان انا ما بكتبش اغاني غير لما ببقى انسبايرد بحاجه معينه، قضيه معينه او توبيك معين محرك حاجه جوايا. فالاغنيه دي بالذات عشان اتعملت من 9 سنين، انا in my humble opinion ساعتها ما خدتش حقها او ما خدتش الريكوجنيشن اللي انا كان نفسي تاخده على اهميه التوبيك ده. انها يعني بمعجزه ما بعد 9 سنين ترجع تاني نفس الاغنيه وتتعمل بسكيل مختلف، بدعم من فنانين كتير، بصوت من الاصوات مثلا اللي بحبها جدا شرنوبي غنى فيها. دي حاجه بيرسونال بالنسبه لي، انا اتبسطت جدا لاني بحب صوته جدا، انا ام فان اوف هيم، فيغني كلماتي مثلا. فحسيت انها كده it was rewarding بشكل مختلف. بلس ان جالي انسايت بعد ما رمضان خلص ان اهل مصر، مستشفى اهل مصر جابت اعلى رقم دونيشنز من اول ما بداوا السنه دي بعد الكامبين. ف it was very fulfilling for me. فحسيت ان انا عملت حاجه مبسوطه بيها وفخوره بيها صراحه. حلوه الريوردز برضه. هي بالنسبه لي الريورد ده كان هو ده الريورد اللي انا ممكن ابقى راضيه بيه ومبسوطه بيه، حاسه ان انا عملت حاجه، عشان انا مش سيكينج الفيوز ولا الشيرز ولا هي احسن اعلان في رمضان ولا النمبر 1 ترندنج. انا بالنسبه لي اللي هو it served its purpose، اللي احنا اصلا كنا جايين نشتغل على العمل ده عشان ندعم المستشفى، فالحمد لله دعمنا المستشفى الحمد لله. بالظبط. وانا بيرسونال ليفل بقى رحت كونسرت براين ادمز فده كان on the top of my bucket list. فحسيت اللي هو شكرا يا رب وكنت اول صف وكده، فكان بالنسبه لي برضو حاجه كانت اخباره ايه؟ خطير. لا يعني في السن ده لا خطير. ما دي عايزه اقول لك مش قصدي على مستوى انا فاهمه لا قصدي هو كبير قوي دلوقتي صح؟ كبير قوي. انرجي. اقول لك على حاجه قادر يأدي. هقول لك بكل صراحه، لان انا بروح كونسرتس كتيره. وفي كونسرتس طبعا يعني مثلا كان نفسي اشوف مثلا ايروسميث من 20 سنه، بس ده مش هسألك اخباره ايه ده. فشوف لا عايزه اقول لك على حاجه بخيره عادي جدا. ستيفن تايلر بخيره، بالبنطلون الجلد، بالمايك، بالشراشيب، بكل حاجه. قادر جدا يعني حاجه مبهره اكشلي يعني، وجري على المسرح وكل حاجه. براين ادمز وانا يعني فيرست هاند اكسبيرينس اول صف ليترلي شايفاه زي ما انت قاعد قدامي كده بالظبط. he is in his late 30s بالكتير ما شاء الله. شكلا وموضوعا وطاقة. يقول لك بياخد حقن اكسجين يعني كانت فاسينيتنج بالنسبه لي. طبعا الايج جروب اللي كان معايا في الكونسرت طبعا كان مختلف شويه عن الكونسرت اللي انا بروحها في العادي، لانه براين ادمز يعني ايرا معينه. ايوه بيخاطب جيل تاني خالص، جيل تاني، وفي بقى جيل كمان اكبر مني بكتير بيحبوه قوي. فكنت مع سن برضو اكبر سن اللي عندهم جراند تشيلدرن وكده. احنا حفله قيمه يعني جدا، وقوره يعني. وقوره، حفله وقوره. وبعدين لا هو حفله وقوره، وتحس بقى مدي المزيكا يعني الناس اللي بتلعب مزيكا معاه اللي هو الفرقه بتاعته، ناس عارف لما يبقى حد الكرافت ماستر اوف هيز كرافت قوي، فانت مش طالع بتأدي ساعه ولا ساعتين بتنترتين الناس وخلاص، انت بتسمع مزيكا نظيفه وبتتفرج على رفات وحاجات يعني تكنيكلي كانت فولفيلنج جدا. انا اخر حاجه بدون مقادير اكشلي، انا كان بقالي من 3 سنين مثلا الفكره بفكر فيها مش عارفه اعملها ازاي. I enjoy conversations. كنت بحس دايما انه واحنا في عزايم في conversations بتحصل ببقى نفسي الناس كلها تسمعها، او اللي هو ايه، وبيحصل فيها insights وبتعلم منها حاجات او بتشوف حاجات مختلفه بشكل تاني او كده. وقعدت سنين ممكن 2 فكره كده بتقعد هنا و I wasn't ready يعني ما كنت حاسه ان في حياتي بعمل حاجات كتير قوي وطالعه بقالي 10 سنين كده مفحوته ومش عارف ايه. وبعدين من سنه كده قعدنا انا ونسمه قلت لها ما تيجي نعمل، مع اني اعرف نسمه برضو من زمان سنين جدا. يعني. عارف السبب بقى ايه؟ اللحمه بالقرص.
برضه لما شافتني في اتعرفنا ستوري على بعض. بحط لحمه بالقراصيه في الطبق، وناس بقى في البيت كتيره بكلمك. قالت لي احنا هي بنعمل معجزه عزايم. هي معجزه بصراحه لحمه القراصه دي بالنسبه لي. لا هو انا اصلا اول مره شفت نسمه كانت عامله لحمه بالقراصيه في حياتنا بقى اول ما في حياتنا برضه لو this is how we got 12 introduced. years ago مثلا او بس هي أكتر، حاجه قوي، احنا 15. المفروض نعمل حلقه عن اللحمه بالقراصيه دي، مش حلقة بقى كاملة. كريتيفيتي ولا هبل، فاهم قصدي؟ ناكل بس. وانا نتكلم عن اللحمه والقراصيه. امي ومراتي الاثنين طباخات ماهرات، فانا مش قصدي بس قصدي مش اللي هو يعني ايوه خلي بالك من كلامك مش كل مره هروح عزومه واحس يا نهار ابيض كانت في واحده عامله عادي، يعني قصدي ممكن افتكر في بتاكل أكل مره كويس في لما يجي البيت قدامي فعادي. سمن اقول وديبوا عليه صينيه سمن، بس مش لدرجه اني اروح انا كنت عايز اصوت، عايز ابلغ الناس الحقوا، لان كانوا عمري ما سمعت عن اللحمه بالقراصيه. حاسس ان انا محتاج اعمل زي كده، محتاج اطلع مع منى الشاذلي واقوم قايل لها يا جماعه اطلع بسرعه كده اخش اقول حاجه واطلع اجري، فاهم قصدي؟ مش معزوم عند منى الشاذلي بس اقتحم اللوكيشن، يا جماعه نسمه الشاذلي بتعمل لحمه بالقراصيه يا بنت واجري. لا بس بصراحه يعني لما هنو كلمتني انا I was very fascinated by the concept، لان when you look at البرامج اللي احنا usually بنتفرج عليها على الديجيتال بلاتفورمز ما شفتش قبل كده فورمات حد قاعد بيتكلم على سفره. usually بتشوف الشوت ده في اعلانات فيها برودكت بليسمنت معين، هتحط ازازه حاجه ساقعه، هتحط عصير في وسط لمه، بس انت عمرك ما بتبقى سامع الكونفرسيشنز اللي حاصله ما بين الناس اوفر فود. فطبعا يعني I love the concept. وهنا يعني قعدنا سنه we did not give up ان احنا نبرينج it to life. ده مثلا يعني انا لو قطعتك 3000 مره مش ممكن كل ما تقول وانا قطتك انا ما اعرفش كتير طبعا عن ازاي طورتوا الفكره، الكلام ده حصل، بس بالنسبه لي من الكام دقيقه اللي حكيته عن ازاي طلعت فكره بدون مقادير، بدون ولا من غير مقادير؟ بدون مقادير مظبوط. خايف اعمل زي الشركه بتاعت انه زي ما بتقولي كل الحاجات اللي بتطلع دلوقتي فيها زقه معينه كانها تبقى كرييتيف، ف sometimes not being creative is extremely important and very creative، انه بس كده هنقعد نتكلم مع بعض مش عارف ايه، طب تمام. انا بقى بتهيألي مش sometimes، كان بتهيألي عموما من كتر ما اخر مثلا 15 سنه فيهم حرق بنزين وحزق هستيري، حاسس ان انا ستوب اللعبه، انا نفسي اعمل ريست، كفايه حقوق، كفايه قواضي، كفايه كريتيفيتي، كفايه جنون، كفايه شقاوه، كفايه شباب، كفايه بوريك كفايه بشكل عام يعني، يلا نكفايه قوي ونرجع للبيسك عادي جدا. لا تعيب المراه تطبخ، لا يعيب الرجل انه يبقى ATM، يعني قصدي فاكرين عادي قبل هجوم الكرييتيف، يعني يلا نلبس عادي، ناكل عادي، نخرج عادي، يعني ما فيش مشكله، فاهم قصدي؟ نفسي اعمل انه ما فيش مشكله، ما حصلش حاجه يا جماعه، صلوا على النبي، احنا اسفين، اتس اوكي، نشتغل محاسبين ما جراش حاجه، ونشتغل رؤساء باقسام حاجات، يعني قصدي ما حصلش مشكله، لان حصل مشكله كبيره قوي، بقى في ضغط، بقى في بير بريشر انك مش كرييتيف، ولو مش عارف تشتغل كرييتيف محتاج تلبس كرييتيف، لو مش عارف تلبس كرييتيف محتاج تقص شعرك كرييتيف، او تتكلم كرييتيف، يبقى البروفايل بيكتشر بتاعتك كرييتيف، او البايو بتاعك تسمع بس بندات انا معينه. هختلف معاك ان بس حته الست والراجل مش عارف ايه دي مالهاش علاقه بالكرياتيفيتي قوي يعني طبعا ده ساركازم، ده ما يقولتش، انا قصدي انه خلي بالك سايكولوجي دي ما بتعديش عليها اي حاجه قصدي كده. في دايما حاجه على الترابيزه، ايوه الفاكت ممكن يبقى ما فيش حاجه على الترابيزه ونفضل نتكلم عادي، ترندز عامه الناس بتمشي بس عليها، بس ينفع الكرياتيفيتي ترند. لا وانا بالنسبه لي برضو عامه بغض النظر عن ايه اللي احنا بنتكلم عليه I hate following trends وخلاص، هي again مربوطه بال how critical you are. هتفولو ترند ولا هتشوف نفعني مش نفعني، نفع ظروفي، نفع، لانه برضو على فكره هي دي applies في حاجات تانية كتير قوي. يعني مثلا انا بشتغل على حقوق المرأة كتير، بس مثلا في وقت من الاوقات كنت بحس ان المرأة دايما مضغوطه ان هي تعمل حاجه معينه، صح 100%. انا بالنسبه لي ده في حد ذاته ضد حقوق المرأة. فانا بالنسبه لي ادوها المساحه ان هي تعمل اللي هي عايزاه. هو ده بالظبط قصدي.
شيء تعالى نشيل على عاتقنا انك لازم علشان تبقي واضح، كان ده قصدي صح. عشان تبين انك مرأة متكاملة او حرة انت تعملي شيء معين، لا صح. عشان تبقي مرأة متكاملة اعملي اللي نفسك فيه ان كان ولا شيء. بالظبط. مش لازم يبقى ليبل سترونج بالفتره ان مش كان لفتره مربية اطفال طول فقط حياتنا مش طول حياتنا. اتس اوكي اتس اوكي ما يبقاش شكلك 100%. كريتيف او مش لابس كريتيف او عندكش صحاب في عالم الكريتيفيتي، يعني قصدي ممكن يبقى اصحابك بيشتغلوا شغلانات اسبير المجتمع عاديه او تقليديه او ان هو فنان يتجوز واحده مش فن يعني مش كريتيف. صح. فموضوع انه بقى تحت مسمى انها ترند او بقى بير بريشر او تبقى الناس بجد مسحوله تكتب تحت اسمها ايه على انستجرام مسحوله عشان ما يبقاش مسحوله جدا ديجيتال كريتور او ماي جاد. وكابشن الصوره ونمسح ونشيل ونكتب اعلان بلاد مش طبعا يعني سواء انا في حد انا اللي او جماعه تحط قدام الفلترز اسمك اوفيشال. ايوه لا او نشتري الشيء طب فين اصلا النون اوفيشال؟ لا او نحط ان احنا كنديان وكده، حاسس كنديان. ايوه عارف اللي هي ام ساره براود وايف محمد 23 96 ورينج وقال فيجينيري وكنديان فيجينيري. طب يا جماعه يعني هي كانت conversation بدون مقادير on so many levels. في طبعا عايزه تعيدي السيجمنت ده؟ ده بالذات في بدون مقادير طبعا معانا وفي بدون مقادير ممكن اقول لك حاجات ثانيه لو يعني والله ممكن نراب اب الحلقه ونكمل عادي بقى اوف ريكورد لو عايز، يعني مفيش مشكله. بس it's been very interesting. يعني من ساعه لما بدأنا البرنامج الناس اللي جت اللي انا اعرفها on a personal level لما بنقعد في السيت اب ده بحس ان انا عرفتهم بشكل مختلف او عرفت عنهم حاجات جديده ما كنتش عارفاها. فاتبسطت قوي من الاكسبيرينس انا personal level قبل اي حاجه. هنا دي اول مره تقابلي اصدقائي يعني فيعني ايه شرفتوا. يعني لا بجد شرفتوا بدون مقادير، وشكرا على الشفافيه الرهيبه. نورتونا بجد. بس انا كمان I think حاجه من الحاجات اللي انا بحبها في بدون مقادير ان I meet new people وفعلا بشوف perspectives مختلفه. بس كمان انا كان بقالي سنين ممكن اكون قافله على نفسي وانا اصلا I'm a very sociable person. فالاكسبوجر ده حتى ليا انا بغض النظر ان انا عايز اطلع conversations معينه او عايزه الناس تسمعها، بس حتى ليا انا ممكن اقول عليها بشكل يعني كده، لا هي مغذيه لروحي انا. it means a lot to me ان حد يعني يديني من وقته ويقعد ويتكلم ويهرج honestly كلكم يعني انتوا وكل الجاستس اللي فاتوا ما حسيتش لثانيه اني اعرفكم النهارده، انا حاسه اني اعرفكم من قبل كده. I think it's a welcoming كده يعني مش عارفه حسيت كده. حطوا حاجه في الاكل خلوا الواحد يسيح خالص وبعدين يقول لك كنا عارفينكم من زمان طبعا. كيلو ونص فراخ بالليمون، طب اكيد هقول لك كل اللي في قلبي يعني اجيب كل اللي عندي اجيب كل اللي في بطني اكيد يعني. انا اشتريتكم بالحرنكش. الحرنكش النهارده عمل شغل جامد يعني بصراحه احنا اللي ممنونين جدا اصلا. كان ناس كيلو حرنكش يعني. لا ثانك يو سو ماتش بجد نورتونا. شكرا ليكم قوي. ثانك يو. وانا قلبي looking forward بقى لما البرنامج هيبقى بيتصور عند هنا في البيت في مطبخها ان شاء الله ان انا اميت your friends and your people. سيزون 2 ده ولا ايه؟ لا سيزون 1 بس احنا يعني احنا هنروح عندها ولا مش شايفه نروح عندها؟ بصي طمعانين في ايه بقى؟ بس مين على اصحابها؟ مين انا مع اتنين صحابها ولا دي مع اتنين صحابها؟ موافقين جدا تاني مجموعه ولفونا جمعيه كده. والله كنت لسه بقول لها حاسه ان احنا في جاست ممكن يطلعوا معانا تاني بعد يعني مثلا كمان سنه بعد ما نقومهم بعد ما يتعالجوا يروحوا لها بقى يتعالجوا بعد ما هم يتعالجوا يجوا بقى يقولوا كلام كده. بدأنا في البرنامج لا بنتي بتطلعي قبل انا ما بعد انا مش عارفه طبعا put in words قوي الحاجات اللي انا طلعت بيها منكم انتوا الثلاثه، بس انا حاسه ان انا شفتكم in a different light. فرق معايا جدا واتاكدت ان انتوا you have a lot in common زي ما انا كنت متاكده من الاول. وده برضو طبعا inspired بقى اخر قعده قعدناها في رمضان.
وان انتوا الثلاثه ان ابولوجيتك بشكل لذيذ جدا. لا ونتاسف ليه؟ بنعتذر النهارده بقى بدايتنا ان احنا نبقى اول يوم نتاسف النهارده. اي حد يشوف الحلقه دي فول اوف سربرايز. انتوا الثلاثه ما تشيلوش حاجات كتير يا جماعه. لا مش هنشيل. لا مش والله. حاجات كتير. يعني حتى قصه بطوط دي والله فيها اكيد فيها تريكات مونتاج يعني عادي الجمهور يعرف ان ديبو كان بيلبس تتظبط يعني. بيلبسش من تحت. فيها يعني فيها انها حلوه قوي. Thank you so much. شكراً جداً ليك. so much fun. معلش يا جماعه حاولوا يمشونا. لا والله ابدا. احنا عايزينهم عايزينهم هم يروحوا عشان هم هنا من بدري. انتوا عايزين تقعدوا تكملوا عادي يعني.